وناشد الدولة تمنع هذا الطريق والسلوك في البيع. دي احنا في حكومة مقاولين مثلا، مطور مسوق حكومة. انا سوق دبي برغم حلاوته كله، لا السوق المصري معديه واقوى منه. بتبص للبروكر، انت تحمد ربنا اللي انا بشغلك بروكر على ديفلوبر ونولع في بعض. فالحرب المفروض تبقى حرب فاليوز، طلب المتزايد على الفشخرة الكدابة. سيبك من طلعت مصطفى، ما بلاش ابني اي عماره، اعمل لك شويه بروبر بروشورز، جيب لك شويه بنات حلوين وعيال بتعرف تتكلم تعوج لسانها، يلا هنبيع شويه اوت دورز. ده الريل استيت. احنا بجد عندنا السوق ما فيش زيه باشا. ابوس ايدك، ركز في كوبايتك وركز في عميلك عشان ده راس مالك. مشروع جديد 8 كولز ورا بعض. ما عنديش داتا، ديسيشن هوا. لا في شركات حلوه جدا مش عايز اقول اسامي. بيع ما بعتش همشيك. السوق العقاري النهارده شئنا ام ابينا هو في حاله اختناق. باشا انت بتتنطط على المصريين ليه؟ علشان دي آخر حلقة في السيزون، خليناها حلقة مش عادية. معانا وجهتين نظر من ناس تقيلة في السوق، خبرة بروكرز مع فكرة ديفلوبرز. الحلقة هيكون فيها نقاش هادي، معلومات مفيدة وإنسايتس تهمك. محمود بخيت من الناس اللي انا اتبسطت اللي انا معاه النهارده، مش عشان خاطر بس حاجه، عشان خاطر محمود يعتبر من اتقل واقدم شخصيات في السوق العقاري، ويمكن من الناس اللي ربت اجيال، وعنده خبره في التطوير العقاري وعنده خبره في التسويق العقاري، ومن الناس اللي هي مرجعيه ليها ثبات وثقل في السوق، مبنيه على حاجات اتحققت وحاجات اتنفذت، مش مبنيه على هوا وكلام وسوشيال ميديا. فمبسوط ان انا النهارده مع محمود وبنعمل التوك دي النهارده. وانا كمان مبسوط جدا ان انا مع علوي. انا دايما بقول علوي هو الضمير في السوق العقاري، الانسان اللي احنا بنحبه، تاريخ ناجح وطويل. كنا بنسمع نجاحات علوي نبقى عايزين نعمل كومبيتيشن، هو عمل كام فاحنا عايزين نعمل زي علوي او نعدي علوي، بس في ايام ما كناش بنعرف. انا فاكر في مدينة نصر كان الموضوع كان كبير قوي، ازاي نعدي الارقام دي وازاي نعمل الحاجات دي. فانا مبسوط جدا ان انا مع علوي بعد الوقت ده كله، ان احنا نقعد مع بعض ونتكلم النهارده يعني. حبيبي ده شرف ليا. طب خليني بقى ناخد الليد كده واسالك سؤال، بما اننا هنقعد نرغي مع بعض انا وانت شويه ونقول اراء. شايف السوق العقاري شكله عامل ازاي؟ شايف الدنيا عامله ازاي؟ احنا ما كبرناش قوي ان احنا السوق العقاري نشوفه بمنطق الخبراء. انا وانت لسه صغيرين هنفضل وكل يوم بنعافر وكل يوم بنخش مع كل الاوقات. في ناس اتعلموا مننا، وفي ناس في نفس الوقت احنا دلوقتي بنطلع اجيال جديدة تانية بعد الاجيال اللي طلعناهم، وفي ناس علمتنا. فمنطق الخبراء في السوق لا احنا بنتعامل كل يوم، فهنقول رأينا ان السوق في ايام صعبة زي اللي احنا فيها دلوقتي، وفي ايام حلوة زي اللي كانت من سنة وسنتين، وهيفضل في ايام حلوة وايام صعبة. النجاح بقى ازاي نستمر في المنظومة دي كلها يعني كلام طبعا موزون. أنا يمكن عندي مقولة دايما بقول إن السوق العقاري أو العقار في المجمل هو من أقدم مخلوقات ربنا سبحانه وتعالى خلقها على وجه الأرض. وفي نفس الوقت بعرف الجلوبال ووردنج بيقول لك إن في حاجة اسمها الديفنسيف ستوكس أو الديفنسيف فيلدز، منهم الشلتر أو الريل استيت. فبالتالي الريل استيت ده أساس. احنا يمكن نبقى في الوطن العربي وبالذات وبالاخص في مصر عندنا فكره التوريث او فكر العقار يورث. فبالتالي هو بارت اوف الدي ان اي بتاع المصري والمواطن، ان العقار ما هواش انفستمنت ولا هو بيأجره كل شويه، لا هو بارت اوف الدي ان اي بتاعك. فطبعا النظره دي لازم تتبص نظره مختلفه، مش نظره بشتري عربيه وهقلبها كمان 5 سنين ولا وات ايفر الامكانيات ماشيه ازاي. فلو بنتكلم على السوق العقاري فانت بتتكلم في سوق بينمو نمو غير مسبوق. سوق كان من 10 سنين بيمثل حوالي 2% من الناتج المحلي المصري، النهارده كسر 20% وبينمو وبيأثر في اكتر من 300 اندستري. فالسوق العقاري الهزه بتاعته هي هزه اقتصاد. دخلت ازاي بقى علو؟ دخلت في ريل استيت ازاي؟ انت دخلت على طول؟ ده على طول كده. انا بديت في ريل استيت بدايه صدفه. اوكي. كنت اصلا اكس انفستمنت بانكينج وبرايفت اكويتي، وكنت عملت CFA اللي هي سيرتيفايد فاينانشال اناليست، وعملت كريدت كورس باي تشيس مانهاتن، خدت شويه كورسات كده فاينانس. وكنت شايف ان الفاينانس ده حاجات صعبه قوي، وكان الموضه يعني الجيل بتاعي كان الموضه تطلع اسمك فاينانشال اناليست صح او ستوك بروكر.
ما كانتش ريل استيت. لغايه لما واحد صاحبي اسمه احمد لبيب جه قال لي بقول لك ايه يا علوي، ما تسيبك بقى من الشاشه والكلام ده كله، تعالى نشتغل في الطوب والرمله. فكنت اقول له يا ابني انت بتهزر، انت سمسار في الاخر. ساعتها كان ده الفيو، السمسار ده الراجل اللي لابس الفوطه حاطط اليافطه في الشارع، ماليش بقى الديفلوبمنت الهيوج ديفلوبمنت اللي بتحصل، بس عشان هو بياع شاطر فباع لي فكره. وعشان انا ساعتها كنت السوق البورصه العالميه كانت في انهيار 2007 2008، قررت ان انا ممكن ايه افكر اروح اجرب، ليه لا اروح اخد الانيشال اكسبيرينس دي. وبص دخلت اول 3 شهور ما جاتش بيع ولا حاجه ولا بيع طبعا الارقام ما كانتش زي السوق ده، كانت التاون هاوس ب 600,000 جنيه و700,000 جنيه، وده كان غالي والكلام ده كله. فدخلت اول 3 شهور بشتغل اكني بشتغل في البورصه مرمي سناره، وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى فتح لحد ما ربنا كرمنا لحد الحته اللي احنا واقفين فيها، اللي احنا لسه زي ما انت كنت لسه بتقول احنا لسه بنتعلم ولسه بنتطور. يمكن فهمنا شويه حاجات وده مش عيب، وبس بنحاول نطور فيها. احكي لي انت بقى. والله انا برضو جت صدفه، انا خريج ماس كوميونيكيشن بعيد تماما عن الريل استيت، وبعد كده اول ما اتخرجت يعني ما لقيتش حاجه اشتغلها. كل اجواء الميديا انا كنت بعيد عنها شويه، ومش عايز اخش بقى في التي في والراديو. كنت ماركتينج بس حابب ان انا اشوف حاجه جديده، وما لقيتش حاجه برضو في ساعتها يعني، لغايه ما لقيت واحد صاحبي بيكلمني وانا عايز اشكره يعني، هو اسمه مصطفى علي، وده حد من علامات شركات الكبيره يعني، يمكن بس هو مختفي شويه، بس هو حد تقيل قوي يعني. كلمني قال لي في شركه اسمها كولدويل بانكر بتفتح في مصر. قلت له حلو. قال لي انت هتيجي بكره هنشتغل مع بعض. اسم كولدويل ايا كانت الترجمه بالنسبه لك هي مش هتجيب ريل استيت. تاني يوم رحت معاه، عدى عليا وخدني من عند البيت وداني شركه كولدويل بانكر في المعادي مع محمد عبد الله وسمير فرج، وكانت شركه ريل استيت يعني. 2003 كانت بدايه كولدويل بانكر، كان لسه كانت بيتنا. وبعد كده دخلت لقيت نفسي مدخليني بقى بيزمنت، قعدت تحت بقيت مسؤول الماركتنج اللي هو بيعمل المجازين بتاعت كولدويل بانكر. فكأن الكيتشن كله بتاع الريل استيت بتاع كولدويل بقى في عندي انا، وانا صغير ولسه بتعلم. بس من دي وان بقى حبيت الموضوع، حسيت الريل استيت ده حاجه جميله وحاجه ممكن انجح فيها واتعلم فيها يعني. كنت اقعد اعمل اعلانات بقى والناس تكلمنا، شركه البير الساقع، اقول لهم لا احنا كولدويل بانكر وعندنا بنبيع بيوت، وبنغير بقى الايمج بتاعت الريل استيت. ولعلمك يعني الشركه دي ربت اجيال الصراحه، دي اول واحده ان اللي حصل الطفره اللي حصلت في السوق التسويق العقاري والكلام ده كله. بس شئنا ما بينا ان كولدويل بانكر هي اول منظومه ناجحه في قطاع التسويق العقاري في مصر. وعبد الله زيك، عبد الله كانت دراسته حاجه تانية خالص، وبورصه EFG واحد تاني خالص، واحنا بقى بنتعلم ريل استيت. وبشكره برضو محمد عبد الله، ده حاجه هيرو يعني، علمني كتير، وبيرجع له الفضل برضو ان انا اتعلمت لغايه دلوقتي ريل استيت يعني. طب اسالك بقى سؤال، عشان اظن ده سؤال ناس كتيره جدا بتساله او بتتفرج عليه. احنا قلنا السوق العقاري شكله عامل ازاي، لكن عايزين نتكلم في مضمونه. النهارده السوق العقاري على مدار خلينا نقول اللي هو ليه سايكلز، والسايكلز دي بتغير. يمكن السايكل في مصر على مدار ال10 سنين اللي فاتوا ان سبيسيفيك حصل لها اكسلريشن رهيب يعني، اللي بيتعمل في 30 سنه وفي 20 سنه في سايكلز. يمكن احنا اتضمت بسرعه واتضغط بسرعه جدا في ال10 سنين اللي فاتوا. احكي لي كده رايك ايه في الفتره اللي فاتت، وشايف 25 وسيبنا بقى نرغي بعد كده في 26. 25 كأنك بتمر بكل فصول السنه بس في ريل استيت، صيف شتاء خريف ربيع كل حاجه. تحس ان انت ساعات بتنجح قوي في وقت من الاوقات في شهر من الشهور، فتحس السنه بقت حلوه، بعد كده تلاقي السنه هاديه، بعد تقوم تاني، فبتمر بكل الفصول. فسنه مش سهله خالص، بس بنتعلم بقى. 25 حلوه ووحشه بس كده. 26 انت بقى اللي تقول. يعني بص انا غصب عني عشان نفكر في اللي جاي لازم نقرا شويه. دايما التاريخ بيعيد نفسه. زي ما احنا كنا بنقول ال10 سنين اللي فاتوا حصل فيهم دراماتيك تشينج. اللي حصل في مصر ان سبيسيفيك اصعب ما يكون زي اللي حصل على كوكب. بلد مرت بثورتين، مرت بانستابيليتي غير طبيعيه، مرت مش تعويم واحد ولا اتنين، ده مرت باعداد مهوله من التعويمات، ده غير البلاك ماركت، ده غير ان انت زي ما احنا بنقول وكنا لسه بنقول ان بارت اوف الدي ان بتاع المواطن المصري از العقار. صح. يورث ما يأجرش. وانت بتجوز بنتك او ابنك اول حاجه بتسال عليها عنده شقه، هيعيشوا فين؟ صح. ده مش سؤال بيتسال بره، ده بيتسال عندنا احنا في الوطن العربي وبالاخص في مصر.
فاللي حصل في السوق العقاري في ال10 سنين اللي فاتوا قلبوا من سوق عامل زي الطفل الصغير اللي لسه عنده 2-3 لسه بيحبي لسوق بقى عنده 7-8 سنين. ودلوقتي اظن اللي احنا سوق يمكن نكون بدينا نقرب ناحيه الماتيوريتي ريليتد تو الكالتشر بتاعه العقار. العميل بقى عنده ماتيوريتي، بقى فاهم، المطور بقى شويه عنده ماتيوريتي، ولكن لسه ما اتطورناش كماتيوريتي ريليتد تو ريجوليشنز ورولز والكلام ده كله. لا لسه، ولسه ما وصلناش للترانسفورميشن فيز ده. ولكن يمكن انا عندي شويه حاجات كده بقى لي شويه بقول انا شايف ان اللي حصل في 22 و23 و24 ده كان هاني مون. جذب لي ناس كتيره جدا خوفا من الاقتصاد، خوفا من الجنيه المصري. فكان ده اونلي هيدج اللي تعرف تهدج بيه فلوسك وتحافظ على قيمتها قدر المستقبل العقار. ليه؟ مش هتعرف تشتري دولار الليجل، ولو عايز تشتري دولار كاش بيمنت لازم تسحب فلوسك، مش هتعرف تحسب فلوسك من بنك. نفس القصه للذهب والفضه. البورصه المصريه كانت قاب قوسين او ادنى في حته وحشه جدا. كانت بتطلع دافنتلي بسبب طول التعويم، بس ما كانش فيها اي واتس ايفر افيشنسي. فكانت الناس بتهرب بفلوسها على الريل استيت، وده كان ان رياليستيك ديماند، ان ده ديماند مربوط بخوف مش بطلب طبيعي. كان البني ادم ممكن يبقى معاه $1,000,000 في البنك، ينزل يحطهم في 3 4 5 داون بيمنتس على امل ان البروكر بيقول له انت هتقلب في خلال 3 4 شهور. وده حصل السنين دي حصلت لغايه لما قفلت على صباع. يمكن انا بقالي شويه بقول ان احنا الترمومتر الحقيقي للسوق العقاري Q1 2025، وطبيعي كان يحصل الطفره دي بسبب التعويم وبسبب اللي انت حصل لوك داون كورونا 2 سنين. فحصل البيرتشيسنج باور كروس اول اندستريز في ال3 سنين دول غير طبيعيه. احنا دلوقتي راجعين للسوق الطبيعي اللي كنا احنا عايشينه زمان بالظبط. اللي هو احنا بنشتغل وبنجتهد وبنقعد بقى نمسك المشروع ونقعد نفصص الدنيا ونركز عشان نبيع بالظبط، مش قاعدين اي حاجه بتنزل بتتباع. ده انتهى، وممكن يرجع تاني لو حصل بانيك، واحنا مش عايزين بانيك تاني. يعني اعتقد ان احنا نكمل في سوق مستقر هو ده الطبيعي. يعني انا في ديفلوبرز بيكلموني يقعدوا يقولوا لي على فكره احنا مش هنعرف نسلم، ده بيقولوا كده، لا احنا 10-15 شركه بس اللي هتقدر تعمل ده، احنا في موقف صعب. ده السوق اللي هو الناس بنيته في احلامها، وده كان على طلب معين. دلوقتي اتغير بقى، احنا في الواقع اللي احنا كنا بنشتغل بيه زمان وبننجح بيه برضه، والكلاينت بيشتري على هذا الاساس. مش كل مره هيشتري نتيجه ان هو خايف. ما احنا مش سلعه برضه بتغطي الانسان ما بيخاف. يعني انت عارف فين يا محمود؟ جيب زي ما كنا بنقول كده، التاريخ بيعيد نفسه. السوق قبل 2002 ل 2006 كان سوق مقاولين، التسعينات الثمانينات بتتبني مدينه نصر، مصر الجديده، عماير. تطوير يحصل مع اوائل الالفينات. سيبك بقى من التسعينات بقى الشركات اللي كانت بتعمل فيري مول سمول تايني برودكتس والكلام ده كله، سيبنا من ده. بنتكلم على فكره التطوير بدأ في الألفينات. في 5 سنين للأسف رجع تاني فكر مقاولين، رجع عبيله واديله، ابني أي عمارة، اعمل لك شوية بروبر بروشورز، جيب لك شوية بنات حلوين وعيال بتعرف تتكلم تعوج لسانها، يلا هنبيع شوية اوت دورز. ده الريل استيت. بقيت ماشي في الشارع فاكر نفسك ماشي في كتالوج عقارات. للأسف مش ده السوق. انت راجع تاني اللي هيقدم فاليو، مش اللي هيقدم سعر مع بيمنت بلان. اسايد اللي انت النهارده للاسف ديو تو الماركت سيركمستانسز مخليه المطور العقاري قلب ممول عقاري خلاص بسبب مورجج بقى، فايده عاليه، هنسمي حاجات كتيره ممكن نبقى نتكلم فيها واحنا بنتكلم. بس السوق العقاري النهارده شئنا ام ابينا هو في حاله اختناق، اسعار عاليه جدا، ستاجفليشن. بس اقول لك على حاجه، الناس الاثنين، الكلاينت خنق نفسه، وطبعا ممكن الكلاينت يزعل مني، دايما احنا بنقعد نتكلم على الشركات. الكلاينت خلق نفسه. انت ككلاينت ليه دايما عايز تدور على حاجه انت مش محتاجها؟ يعني ليه عايز تشتري سواء بتشتري ان انت عايز تتباهى بالحاجه اللي بتشتريها بس، او عايز تشتري حاجه صعبه عليك ومش عايز حاجه يعني مناسبه ليك؟ يعني ليه كل الناس عايزه فيلل؟ احنا 2 بس عايزين فيلل. ليه؟ بنبتدي حياتنا عايزين فيلل، عايزين تاون هاوس، وعايزين التاون هاوس ابو 16، فما بقى ب30 بقى غالي. طيب فخلي بالك الكلاينت برضو بقى عايز حاجه
برودكت. يعني هو خلي بالك برضو الديفلوبر قاعد عمال زي ما احنا كنا بنشتغل زمان، الكلاينت عايز ايه ونقعد نرسم ونعمل نشوف زي ايه البرودكت اللي ممكن يناسبك. انت دلوقتي بتتكلم على ان الكلاينت بيهيفير في الريل استيت هو عايز اعلى حاجه. طب ما هو بره مش كده. طب ليه ما تقولش، خليني اقولها باللغه دي، الثقافه نفسها اتغيرت. يعني خلينا نقول واحنا صغيرين يا محمود، انا كنت عايش في المهندسين، كان فكرك اللي انا هاخد الريسك واخرج من المهندسين، مش هخرج عشان اعيش في شقه اروح في شقه. صح. كان الفكره انا هخرج من شقه اروح لفيلا، لما غليت شويه بقت توين، لما غليت شويه بقت تاون. لقيت النهارده ناس بتخرج من شقه ممكن تروح شقه 2 بيدروم في كومباوند هناك عشان ابقى عايش في كوميونتي معين او حاجه. لكن اللقطه مش في وجهه نظر انا، الترانسفورميشن اوف مايند سيت اللي حصل في فكر العميل، الاختلاف فيه مش اختلاف انا عاوز احسن، على قد ما هي شغلانه المسوق العقاري. وانا رايي الشخصي المفروض اصلا نمسح البق ده باستيكه، ما يبقوش اسمه مسوق عقاري خلاص ولا اسمه سيلز، لازم يرجع النهارده مستشار، هو يبقى استشاري عقاري. صح. حضرتك النهارده كونسلتنت، انت ادفايزر، انا باخد قرار. الكلمه دي بعيده قوي، لان الكلمه دي بعيده، الناس مش عارفه تنطقها اصلا. ما للاسف بقى، ما هو انت بتتكلم على نوعيه يعني مش عايزين نخش في الريل استيت ماركتنج دلوقتي، ممكن بعدين، بس بعيد. انا بتكلم، انا عايز هنا اقول للكلاينت يا جماعه، الناس يعني انت مثلا قصه نجاحك في مدينه نصر، انا شايف انت بعت برودكتس حلوه جدا، شقق حلوه، الناس عايشه في كومباوند اسعاره حلوه قوي. انا مثلا في البوسكو مثلا بعنا شقق كتير قوي في العاصمه الاداريه، وبعنا شقق حلوه قوي في اكتوبر، شقق حلوه جدا وسعرها كان حلو. الطلب المتزايد على الفشخره الكدابه اللي خلت المطور والصناعه العقار تتجه ناحيه تعالى نعمل اي اسم ونحط فيه اي رسمه ونعمل اي حاجه عشان نحسسك ان انت هتعيش في اي حاجه. يعني اقول لك على حاجه، يعني لما يجي مطور وانت هتاخد بالك على طول، مش هقول اسمه طبعا، ياخد دار مصر المتر ب 25,000 جنيه، ده يوم اما غلي 20,000 جنيه ريسيل. ويجي بقى بص بقى هنا تكتشف الخدعه، غير اسم، مش هقول اسم، لا هو غير اسم المشروع لاسم تاني وبقى لا ده يا ريت، بس دي حاجه حلوه جدا. وده تقولي ان احنا ناخد بالاسامي، ده هو دهن العماره وغير اسمها زي ما انت قلت وباع ب 65,000 جنيه. طب يبقى انا بقى انا معلش، انا بتكلم انا كلاينت. هختلف معاك هنا في لقطه. تختلف معايا ازاي؟ ما الراجل عايش في بيت اسمه دار مصر، انا شلت لك اليافطه، يبقى انت كده بتبحث عن، بس دي مش تعتبر شطاره، ما هو ده الفاليو. لا دي مش شطاره، دي لو اي حته في العالم دي اسمها انت كانك جبت سامسونج رحت دهنه ايفون وديتولي يعني. ماشي. لا هو ده كده. هقول لك ما اعرفش، يمكن بس انا لا وباع وسولد اوت. لا ما هو هيبيع، بس انا النهارده ممكن اقول لك حاجه، انا ممكن اخد الترابيزه دي في الاساس خشب، لكن انا حطيت عليها ودهنتها وخليتها لونها ابيض، ماشي، وحطيت عليها ليد سمارت وحطيت عليها البتوعات دي، عملت فاليو ادد اسايد. ممكن تبقى شطاره من السيلز والماركتنج اللي هو عارف يعمل، بس الفكره مش في دي. الفكره في وجهه نظري ان الغلطه اللي قبل دي، احنا دايما لما بيجي نعمل مشاريع بنعمل ايه يا محمود؟ يمكن انا ربنا رزقني وكان حظي حلو اللي انا اشتغلت على different types of products matching ل different people كلاسز مختلفه، من بقى نيو جيزه لزوديك وهكذا. شفت، فتعاملت على different criteria لعملاء. المشكله مش في ده، المشكله ان انت بتعمل ماركتنج وبتعمل فكر تسويقي وبتجيب على اساسه موظفين بهيراركي اوف مانجمنت، وانت بتبيع لعميل مش ماتشنج للكرايتيريا دي. فبالتالي بتيجي تقول مثلا انا هتكلم انجلش لانجوج خلاص، وانا بكلم عميل ممكن ما يعرفش ينطق كلمه انجليزي، فبجيب له البياع ده والكونتنت ده واللوكيشن بتاع المشروع اصلا مش ماتشنج للعميل ده. ما ينفعش اكون انا مثلا، طبعا مع كل احترامي لكل الناس، ما ينفعش مثلا اجي انا اقول في حته فيها لاكجري برودكتس واروح جاي حاطط في النص مشروع مش ماتشنج، او العكس حته بي كلاس واروح جاي فارش جواها قصه. يمكن المشروع ده ينجح، في شويه اكزامبلز نجحت، بس اتس فيري هارد تو اتشيف. صح، خلاص. ليه؟ انت بره خارج المنافسه اللي موجوده في الديموغرافيك سبيس ده. فالفكر يرجع تاني للمطور. انت النهارده كمطور وكاستشاري عقاري، حضرتك لما تيجي تبيع بيعه لازم تبقى بتبيع البيعه اللي ماتشنج لكل حاجه. اما قبل ما بناخد الاراضي يا محمود وانت ابو العارفين،
انا هاخد انهي ارض، هتارجت انهي عميل. صح، من الاول كده داخل العاصمه الاداريه ما اقدرش اجي اقول لك مثلا هتارجت العميل اللي ساكن في اعمار، بحطك على نفسك. ليه؟ الراجل بتاع اعمار ده عاوز فاسيلتيز معينه، وعاوز حياه معينه، وعاوز عياله تنزل تلعب في حته معينه، وعاوز لاندسكيب معين، وعاوز كاركتر معين. امتى ممكن يروح اعمار؟ امتى ممكن يروح العاصمه الاداريه؟ ممكن يروح يشتري في التاور بتاع اللي هو مش عارف ايه. ممكن يروح يشتري في حاجه شبيهه فيري كلوزلي، لكن مش هيروح يشتري مع مطور عامل 20 30 فدان. مش ده الكرايتيريا بتاعته. لكن احنا رحنا عملنا العكس. مثلا احنا جينا رحنا ماسكين البطيخه وعايز اكل قشرها. انت شايف المشكله لو احنا في مشكله يعني، واعتقد انها يعني الكونسيومر بيهيفير ده بيتغير مع الوقت، وبيبقى من الطرفين، يعني من الطرف اللي بيقدم السيرفيس او البرودكت والطرف اللي بيستقبله، هما الاثنين بيغيروا الطباع بتاعت بعض كده. انت شايف المطور هو السبب ان عايش الكلاينت في مود ان التاون هاوس ده هو احلى حاجه في العالم؟ مطور، مسوق، حكومه. ليه؟ ما خلينا نتفق على حاجه. ماشي. هم الثلاثه دول الثلاث اضلاع. مالناش دعوه بالحكومه. لا يا باشا، كل حاجه كله بيأثر في كله. يعني ايه حكومه؟ ويعني ايه مطور؟ ويعني ايه مسوق؟ ما في الاول وفي الاخر الحكومه اللي بتدي الارض دي ليها كرايتيريا، وليها حاجات معينه، وليها تفاصيل معينه، ورولز وريجليشنز معينه، ومين اللي عنده اللي يعرف هاخد ما ينفعش تيجي تديني مثلا 500 فدان لمطور تحت السلم ولسه بيبتدي. ما خلينا نتفق على حاجه يا محمود. خلينا نفرق ما بين غلط وفرق ما بين نمو وتطوير. صح. زي ما انا النهارده كنت سوق بينفذ يوم ما يضربها الدم من 10 سنين، السوق كله على بعضه ما يكملش 30 40 مليار جنيه، بتكلم على برايمري هاوسنج. لان النهارده سوق داخل في ال 2 تريليون جنيه. ده نمو نجاح. زي ما النهارده كان عندي ما يكملش 50 مطور عقاري، النهارده انت في العاصمه بس عندك بتاع 200 ولا 300 مطور عقاري، سواء بقى ديفرنت. السوق بيكبر، فلازم كله بيتطور معاه. زي ما النهارده الجلوبال سين عباره عن تكنولوجي ابريزل واي اي سولوشنز والكلام ده كله، انت لسه عندك الدفتر بتخش حضور وانصراف. لازم يبقى في تطوير من كل الجبهات اللي مشاركه في التطوير العقاري. ليه؟ دي مش اندستري، دي روح، ده العمود الفقري بتاع الاقتصاد. فزي ما انا بطور، وزي ما في كفاءه، وزي ما في حاجات بتتطور، لازم انا من ورا الريجوليتر بزق البني ادم ده او بزق الانتيتي دي عشان تتطور معاها. ما ينفعش ابقى انا النهارده بجري قدامه وعايز اكبر، ورايح مثلا عايز اعمل زي الشباب اللي بتعمل كراود فاندنج وفراكشن فاندنج، وانا اقعد سنتين عشان اعرف اديهم رخصه من الاف دي. زي ما انا النهارده عاوز اعمل تكنولوجي انترفنشن محترم، وانا لسه فرحان بليستنج ويب سايت، وبره احنا خلاص احنا في عصر القروض وهم قدام هناك. زي ما بره في حاجه اسمها ديجيتال توين وبتفيد في الكونستراكشن والكلام ده كله، واحنا لسه بنجيب المهندس عشان خاطر يعمل لنا الديزاين الخارجي هو اللي حلو، المضمون بتاعته شوف فيه مشاكل من بره حلو قوي. انت كل ده جزء كبير منه عباره عن رولز وريجوليشنز بيحطها المونيتري بوليسي. مش طب احنا الاول انت كنت بتقول الاول احنا كنا عارفين بعض. علوي في مدينه نصر، محمود بخيت في مصر ايطاليا، لبيب في سودك، فاضل سمير في اعمار، مش عارف، كلنا عارفين بعض. وشركات كانت تقيله، وشركات بالم هيلز كان اسماء من الناس اللي فيها، يعني كل شركه كانت معروفه. دلوقتي انت عندك عدد زي ما عدد شركات التسويق العقاري بقى مهول، بعدد المطورين برضو كبير جدا وكتير كتير كتير. انا اسالك سؤال، انت دلوقتي الحكومه اللي احنا موجودين فيها دلوقتي، انت ما تقدرش تقول ان دي احنا في حكومه مقاولين مثلا؟ طيب الرد على السؤال ده لازم يرجع ورا سنه. حكومه مقاولين؟ لا مش حكومه مقاولين. خلينا لازم نبص على الموضوع في نصاب. لما بعد الثورتين اللي حصل انعدام للثقه من المستثمرين في اي حاجه مبنى. صح. فكان جزء من ان الحكومه تعرف تحرك الاقتصاد ان هي تخش تنترفين بنفسها في الحاجات، فقلبت مطور مقاول، سمي زي ما هتسمي، فبقت هي اللي بتصرف. فقلب لك في اي اقتصاد في العالم لما بيبتدي يحصل ريسيشن، الحكومات هي اللي بتصرف عشان تقوم الدنيا، علشان وبتصرف مينلي باي ذا واي انفراستراكشر، عشان دي هيفي ويت عماله، فبيبقى فيها صرف، فبتصرف فيها اكبر تعرف الناس تعيش وتشتغل مختلفه. فلما حصل ده، حصل ان اغلبيه المطورين الكبار مش هقول امتنعوا، بس كانوا بيدوروا على الفيري لوكريتيف اوبورتيونيتي، اللي هو انا عاوز اكل احلى حته، اخد احلى قطمه، اخد احلى ارض، وده مش المنطقي. واحنا الرئيس بتاعنا راجل تاجر خلاص، فعارف ايه الحلو والوحش. فحصل ايه؟ حصل اللي انت النهارده العاصمه الاداريه اهو بحجمها ده كله
فيها مطور كبير. سيبك من طلعت مصطفى، المشروع الوحيد، مش قصدي حاجه على بيته، بس ومش كلهم احسن مطورين، ومش اقوى مشروع هناك. كلهم مطورين صغيرين. هتيجي تقول لي ما ده غلط؟ لا مش غلط، هو ده اللي كان متاح ساعتها. المتاح ساعتها اللي انا اخلق طبقه جديده تخش تدعم مشروع قومي. شئنا ما بين نختلف ونتفق على العاصمه الاداريه، هل المشروع كان في وقتها محتاج ولا مش محتاج؟ مش دي قصتنا ده حالا، صح. احنا بنتكلم. فالطبقه اللي اتخلقت في العاصمه الاداريه هي دي اللي بدات تخرج بره. خلي بالك انت لو بصيت 90% من اللي خرجوا المشاريع الصغيره اللي اخذوا اسمه ايه ده، غير ان هيئه المجتمعات العمرانيه نفسها هي اللي بدات تطلع قطع اراضي 25 فدان و30 فدان. المستثمر الكبير مش هياخد مشروع 25 فدان. لا فمين اللي هيخش على الحاجات الصغيره؟ صغير. فانت كنت لازم تخلق طبقه من وبتوع العاصمه كمان خرجوا راحوا التجمع، رجعوا التجمع تاني، خرجوا التجمع وراحوا زايد وراحوا الساحل كمان. فاهم قصدي ايه؟ فبالتالي ده صحي للسوق. امتى ما بقاش صحي للسوق؟ لما ما بقاش انا المسيطر كدوله او كهيئات على نظام حركه السوق. زمان كان النظام ده لو فاكر واحنا صغيرين اول ما بدانا الشغلانه كان في طرح الاراضي، كان الحكومه تروح قافله على الاراضي، تلاقي الاراضي غليت والحته دي بقى ليها قيمه، هي اللي فتحت تتحرك. النهارده ما بقتش بس تفتح وتقفل، النهارده محتاج بما ان قاعده العملاء وبقى عندك مستثمرين كتير وبقى سوق خصب، بقيت محتاج فيري بروبر ديسنت ريجيليشنز عامله زي الاستيك. انا طول عمري بقول كده، بقول الرولز والريجيليشنز اتخلقت عشان عامله زي الميه. ليه عامله زي الميه؟ هي بتاخد شكل السوق في ساعتها. فاعرف النهارده محمود شعره طويل اثر يا محمود شعرك، لا ايه ده؟ شايف شعرك. فانا شايف ايدي جوه المطورين، ايدي جوه المسوقين، ايدي جوه العملاء، شايف كل اركان القصه، مش انا بس السيف والدرع. لا بس انا عايز اقول لك على حاجه، انا متفق معاك في حاجه. احنا لما بنروح بقى السعوديه وبنروح الامارات وبنروح الدول العربيه زي ليبيا وساعات بنروح في معارض في اماكن اربيل في العراق، بتروح اماكن غريبه عشان تقعد تبيع وتقعد المغرب العربي والحاجات دي كلها، الدول العربيه كلها. احنا بجد عندنا السوق ما فيش زيه طبعا. ده بجد يعني اي حد بيتوهم. يعني انا بقعد اقول ايه، احنا بنتوهم مش عايز اتكلم على الامارات مثلا ودبي اروع ما يكون، بس يا جماعه انا سوق دبي برغم حلاوته كله، لا السوق المصري معديه واقوى منه، وكل يوم في اكشنز وخبرات معديه بكتير جدا. ممكن نقول هنا حاجه مهمه قوي يا محمود. سوق دبي مع كامل احترامي، ويمكن انا عندي ناس كتيره جدا حبايبي اماراتيين، بس في وجهه نظري انا سوق دبي مش سوق. امال ايه؟ اي سوق مبني على، خليني اقولها بلغه دي عشان لا قول براحتك، ما احنا قاعدين يعني. اي سوق ما فيهوش اوفيشال ديماند من القاعده ده مش سوق. يعني انت النهارده لما حصل لا قدر الله وربنا يبعد عنهم القصه دي وما تحصلش تاني، لما حصل كرايسيس لدبي الناس سابت عربياتها وبيوتها والكريدت كارد وكله وركبوا الطيارات وجريوا. سند دبي ابو ظبي خلاص. فبالتالي ده ما اسموش سوق. احنا النهارده لو حصل اي حاجه، بالعكس ده في مقوله بتقول ايه، باي ريل استيت وان ذير از بلاد ان ذا ستريت. صح. ليه؟ ان ده الملاذ الامن، وده اللي حصل في الثورتين عشان تبقى فاهم. فبالتالي انت سوق حقيقي، عندك قوه شرعيه، الناس موجوده، عندك جواز وعندك طلاق. ايوه وبيتفتق. أيوة. كل ده موجود، وده بياخد بيت وده بياخد بيت، كل ده دماغ. والسعوديه بقى يعني سوق بينمو وان شاء الله هيطلع ويبقى كويس، بس هو بعيد تماما. السوق المصري معدي. انا بس الناس بتروح تتوهم، بس يا جماعه في الاخر انت بتلاقي راجل مطور رهيب قوي هناك، هم برجين 3 ابراج 10 ابراج. تقول ان السعوديه عندها اللي مش عندك، وانت عندك اللي مش عند السعوديه. السعوديه عندها سيوله، ده انا بتكلم على الريل استيت. احنا عندنا الفكر والتطوير وسابقينهم باجيال احنا تعبنا بقى في الاوف بلان. يعني عارف انت زي ما تتكلم مثلا في التك كده وتقول ايه، ان في دول في العالم هي تك انسايد، خلاص هم عايشين جوه التك، زي الهند مثلا. الهند ما تعليش عليهم. احنا في الريل استيت احنا من الدول اللي خدوا كل الخبرات من اول بقى زمان، من اول بقى يعني ما قالوا ريل استيت كده كان ايا كان اسمه، الناس بنت عمارات وخلفت وبنوا كومباوندز ونجحوا وفتحوا ساحل وفتحوا ديستنيشنز وحاجات بتاعت الحكومه ايام حسب الله الكفراوي، واحنا مرينا بكل حاجه. في دول لسه في ايام حسب الله الكفراوي، ويجي يقول لك التطور العمراني في الدوله. يا جماعه ده احنا شفنا ايام وشفنا نجاحات وشفنا خبرات. السوق العقاري المصري تقيل جدا جدا جدا، وهو كبر ونما بسبب الناس اللي شغاله فيه، سواء مطورين او الحكومه طبعا. نو داوت. بس هي زي ما قلت لك،
الشطاره انك تعرف تفضل قاعد على القمه اطول وقت ممكن. فعشان تعرف، لو احنا هنقول اللي احنا فيه، اللي احنا النهارده في السوق العقاري عامل كده، سيبنا من السنه دي، اكسكلود السنه دي، بالسوق بتاعنا عامل كده خلاص. فكر التطوير عامل كده، فكر الجيتد كوميونيتيز عامل كده، وبدا يترانسفورم للمحافظات. فبديت انت عامل كده. عشان تفضل عامل كده خلاص، عمرك ما تفضل عامل كده، ما هو مش ما انت ما اخترتش الظرف، مش منطقيه، بس هيفضل عامل كده. ده لازم يتطلب مجهود جماعي من كل اطراف اللعبه. عشان ما تقعش. النهارده سيبه ينمو يعني. ما هل يعقل النهارده يا محمود اللي احنا في سوق كل مطور بيبيع اوف بلان عنده عقد منفصل مختلف عن التاني؟ ليه؟ لا يا ريت منفصل. لا ليه؟ يعني ليه النهارده ابقى انا كسوق عقاري كل مطور عنده بنود مختلفه عن التاني؟ تعرف ليه؟ وريستريكشنز مختلفه. لازم ميك سنس. طب ليه هو بيكتبها منفصل عن التاني؟ عشان يبقى عنده كنترول على كل حاجه في حياته. لا هو من القواضي يعني، هو بيطلع من القضيه فيعرف البند ده كارثه. قلت ايه؟ قواضي ليه؟ قواضي ليه؟ انا عندي رولز وريجيليشنز بتحمي الطرفين. كنت اسمه ده لو الفلوس محطوطه، ما هو ده بقى يودينا لبوينت اللي هي اللي ملخصها ان التكنولوجي اللي بيحصل ده لو بقى بروبرلي ادوبتد في السوق مش هنخش في وجع الدماغ ده كله. النهارده لو بينا نخش في السمارت كونتراكتس والبلوك تشين، فبقيت انت عندك عقد موحد ابروف من وزاره العقل ومن انا كل بقى الجهات وبالبنك المركزي باسكرو اكاونتس، بقيت انت عندك عقد، بقيت انت عندك دي ان ايه للوحده. محمود باع لعلوي، علوي باع لياسمين، باعت ليارا، كل حاجه، ايجار، رنت ليلد، باين كل احنا بقى ناقصنا بقى الحاجات دي. احنا محتاجين نجري قوي في الحاجات دي، لان الحاجات دي مش عايزين نبقى عاملين زي الايه يعني. احنا مش شغالين في الريل استيت يا باشا، دي دولة. احنا مش شغالين في الدراما مثلا او الفن. ودلوقتي في دول بدات تسبقنا شويه. الريل استيت احنا دلوقتي على القمه في العالم العربي اعتقد يعني. احنا عايزين بقى، مش عايزين نرجع لايام الرياده وان احنا كنا رواد في الريل استيت. اللي انت بتقوله صح، محتاجين نجري ان احنا اي حاجه ابديتد في الماركت. الدول دي بتطور بسرعه، احنا محتاجين نتطور عشان ما ارجعش اقول ايه قيمه الفن المصري واقول بعد كده قيمه العقار المصري. محتاجه اللي انت بتقوله صح، محتاجه اجري بقى ويسمعوا الناس مننا ان احنا محتاجين نغير ونجدد علشان ما نبقاش تاريخ. خاصه ان احنا بنقول احنا في القمه دلوقتي، احنا في قمه العالم العربي في العقار. عدد سكان، طلب حقيقي زي ما انت قلت، منتجات مختلفة في كل حاجة. فاحنا محتاجين نظبط بقى دي عشان ما نتأخرش، ما حدش يسبقك بقى. زي ما انا قلت لك يا محمود، التكنولوجي 100% دولة سبورت. صح. ليه؟ انا وانت بكره ممكن الصبح نعمل بتاع وندوس على الزرار بقى عندنا هناخد تكنولوجي بره هنعمل لها وايت ليبل جوه. لكن انت الرولز والريجوليشنز بتاعتك لا تسمح. الانفراستراكشر بتاعتك اسايد ان ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله مصر اتطورت في الانفراستراكشر بتاعه صح. كل انفراستراكشر ريليتد، مش بس الريل استيت، ريليتد للاتصالات والكلام ده كله. نمو رهيب في القصه، بس ده لازم يبقى بروبرلي يوزد في مصلحه السوق. ليه؟ أيوة. ان السوق ده النهارده لو انت عرفت تدخل فيه بروبر تكنولوجي، اكتر رابح للقصه هي الدوله. كل التهرب الضريبي، كل طوبه ورمله بتخش بقى عندك بروبر اناليسيس لكل حاجه. ليه؟ انت النهارده خلاص هتبقى عندك دايركت اكسس على الوحدات، على المطور، على الديماند نفسه الحقيقي، حتى على المخالفات. انت كان عندك كل حاجه بقى. عندك الايام المصالحات اللي هم عملوها للدوله، وانا كنت هتجنن قاعد بتفرج على عمرو اديب وقاعد بيتكلم. طبعا المخالفات والمصالحه والتصالح ده بيدخل فلوس كتيره قوي للدوله قوي يعني، والدوله بتلجا اليه عشان تسوي الامور والدنيا تمشي، في نفس الوقت ميزانيه الدوله تتظبط ومنفعه للطرفين. قعد بقى انا قاعد بتفرج على الملف ده، لان انا كان عندي مشروع كان لازم يحصل فيه تصالح عشان اعرف ابيعه، يعني اداري تجاري كده، فكان لازم ياخد تصالح. كل يوم يطلع يقول يا جماعه افتحوا الشهر العقاري من الساعه 8 للساعه 4 الفجر عشان الناس تلحق تتصالح. انا هتجنن يعني. طب ما تعمل موبايل ابلكيشن، الراجل يصور العقار يرفعه يدفع اونلاين، خلصت. اسال بقى نفسك ليه دي؟ ايه الجنان ده؟ طب ليه يا جماعه قاعدين ليه الهيصه دي كلها؟ باشا انت محتاج، ده قرار خلينا لا هو يعني معلش، هو جه في دماغي انا وانت
وما جاش في دماغهم هم؟ لا ما هو ده قرار سيادي، مش قرارك ليه؟ مش قرار سيادي ليه؟ ممكن مش بقى. كل حاجه انت النهارده عشان تعرف تحل. ما هو خلينا نتفق على حاجه، تكنولوجي للاسف هي بديل للبني ادم في حاجات كتيره جدا. خلاص شئنا ام ابينا، يعني يقول لك لا ومش لا يا باشا، هو اللي هينجح اللي هيعرف يستخدم التكنولوجي، اللي هيعرف يستخدم التكنولوجي هو ده اللي هيكمل. لكن هي هتبدل الناس اللي مش قدها جدا. ماركتنج هينتهي، ده سونر اوديتور 90% من الشغلانات هتروح. الشغلانات اللي ممكن تفضل مش هتصدق. ايه بقى؟ يعني بليف ات اور نوت، ايه؟ كهربائي، سباك، حاجات الحاجات التراديشنال. بتكلم بجد. اي حاجه احنا بنعملها دلوقتي حالا دي مش هتعرف تديها اوردر يا تتصلح. باشا النهارده بيعملوا عمليات. فاهم قصدي؟ النهارده بقيت انت، احنا كلنا، انا بقيت عايش على شات جي بي تي. لما صباعي ايه اخد مرهم ايه، احط ايه، اعمل الوصفه بتاخدها. فاهم قصدي؟ خلاص انت بقيت ماركتنج، كونتنت كريشن، كل ده، ما كل ده بقى تكنولوجي. فسونر اور ليتر خلاص، ما هو ده البيج داتا وبقى اكسبيرينس. لو انت ما عرفتش كدوله تستثمر اللي بيحصل بره واللذيذ، اللي انت مش هتغلط غلطات جديده. يعني انت النهارده ممكن لما بتبتدي تعمل حاجه ممكن تغلط، انت مش تغلط ليه؟ اللي بره كتاب مفتوح، هم سابقينك، فانت هتتعلم خد منهم أخطاء. خلاص. فانت هوب مفيش صعوبه يعني بس. تاني طيب ويل السعوديه متطوره في حته التك دلوقتي، طبعا حلو كده، وبدا التك يخش في الريل استيت بشكل قوي جدا، واحنا برضو سابقين السعوديه مع احترامنا الكبير لها، وبلد احلى بلد في العالم بمراحل في العقارات. حاجات وحاجات. بس يعني في اغلب الحاجات احنا كويسين، معديين وسابقين وتمام ومرتاحين وعايشين في كوميونيتيز معينه، والناس بتيجي تمدحنا وتنبهر مننا في حاجات كتير. هو الراجل مشكله الريسيل مثلا، الريسيل احنا بننزل نسعر بمزاجنا ودماغنا، والراجل يقول له لا ده 20 ده 30. هم عملوا ابلكيشن اسمه عين ده ب2 جنيه الا ربع، يعني اتعمل ابلكيشن بسيط ممكن ايه عيالنا يعملوا في البيت، حاجه بسيطه قوي. عين ده بتطلب ان انت مقيم عقاري 10 حاجات تك تك تك، البيت ده بقى يساوي ايه؟ يعني مقيم عقاري اونلاين، تدخل البيت بتعرف تقيم الموضوع. احنا ليه متاخرين تاني؟ طيب بص يا محمود، دي بقى حاجات مالهاش دعوه بالحكومه يا باشا حط السعوديه انت على قلت جنب. مثلا دي في حاجات بالحكومه وانا بؤيدك 100%. سجل تجاري بقى، شهر عقاري وات ايفر، دي حكومه اي تو زد. ولو رئيس الوزراء طلع قال لك المصالحات على ابلكيشن، والله الناس دلوقتي بقت يا باشا تعمل هيقف حاجه. الابلكيشن، هيقف من ليه؟ ما انت الراجل بتاع التموين اللي هو الحد الفقير، الراجل الفقير اللي انت بتديله الدعم في بتاع التموين، بقت ايه؟ بقى كارت، والكارت بقى مش عارف ايه، الراجل بيعرف يستخدمه، ويجي له مسج على موبايله بالكود، يعني الناس حتى العاديه بتستخدم. ما هو بص يا محمود، خلينا نتفق على حاجتين. عشان تعرف تقيم حقيقي محتاج داتا. طيب سيبك من السعوديه، اللي سابق الناس دي كلها مين؟ امريكا. مين اللي سابق في امريكا؟ شركه اسمها زيلو، دي اكبر شركه عقارات اونلاين، عقارات في العالم، بيجي لها نمبر اوف فيزيتس بليونز. خلاص الشركه دي عندها حاجه اسمها اي باير 2.0، بقت عندها بتخش تحط انبوت لا بس بيطلع لها السعر العادل. ليه؟ خلاص عشان هي عندها بيج داتا. فالنهارده لما اجي اقول انا النهارده في الشيخ زايد، في توسعات الشرقيه، في منطقه بالم هيلز، لوحده هيقول لك القيمه العادله التنفيذيه اللي هو عنده بيع وتنفيذ، فعارف السعر التنفيذي، عشان مش شرط تبقى القيمه العادله هي قيمه التنفيذ. طب انت الداتا عندك انت غير الشركات المدرجه في البورصه، مش عندك انت بتضرب ارقام. باشا زي العربيات، انت بتخش النهارده على دوبيزل في مصر، عايز تحط عربيتك للبيع، هتلاقي واحد حاطط عربيه اغلى من ثمنها ممكن عند الراجل. ليه؟ حد فيه سنسر؟ مفيش سنسر. عايز يتفاوض بقى. فبالتالي نرجع تاني دايما، بص يا محمود، دايما الاصل في التك داتا. خلاص ده حقيقي. بقى عندي داتا، بقى عندي ديسيجن ميكنج بروسيس عقلانيه. ما عنديش داتا، ديسيجن هوا مش ديسيجن واقعي. ليه؟ مبني على قصه. هيجي تقول لي السعوديه عملت، يا باشا تعرف اللي في الاخر لو الراجل ده عنده اكسس على بروبر دومين. النهارده الحكومه لو بقى عندها حاجه زي دي، يا باشا ما هي ممكن تبيع سبسكريبشن موديلز للتك ستارت ابس. النهارده لما انا يبقى عندي الداتا دي ويبقى عندك اكسس بسبسكريبشن موديل، دخلت انا بقى شطارتي ازاي اعرف استخدم زي النهارده الجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء. خلاص ما ده تكنيكلي اساس المعلومات، ده المفروض عارف من الابره للصاروخ. لو انا جبت ده كده بس حطيته، طوروا بقى
ما هو ده بقول لك، ما حطيت أنت بقى تكنولوجي، لازم تطور. دخلت معاه اي اي سولوشنز، دخلت البق اللي احنا بقينا كل الناس تقول اي اي. هو بقى ده الواقع. ازاي اعرف استخدمها؟ ازاي اعرف اوطن الصناعه دي في بلد فيها 120 مليون بني ادم؟ انت فاهم قصدي ايه؟ اكثريتهم زي ما كنا لسه بنقول شباب. ده حقيقي. بلد عندها كل مقومات النجاح في كل ما تمتلكه الكلمه من معاني. ده سياحه وسكان وصناعه وارض وزراعه سمي. لو دور على حاجه في حياتك هتلاقيها موجوده في مصر. الحاجه الوحيده اللي في وجهه نظري انا اللي تنقصنا هي الناس الصح في المكان الصح بالاثوريتيز الصح بالتولز الصح. دي صعبه؟ لا مش صعبه، عايز HR. ماشي، بس انت عندك ساعات في قرارات بتتعمل ما صعب تطبيقها. يعني لما طلع قرار، وده كان من اعلى جهه في البلد، قال لك يا جماعه ما حدش يعلن عن بيوت او مشروعات الا ما يكون بايني 30% من المشروع. حصل ايه؟ عايز تسمع رايي؟ القرار ده صح. ايوه صح. حصل ايه؟ سرعه صعوبه، ما حصلش حاجه، ما حدش خد بيه واعلنوا عادي طبيعي. وبالعكس كانوا بيكلمونا يقولوا لنا اعلن ما تخافش. لا عشان خلينا نتفق على حاجه، القرار صح، القرار صح، تنفيذه غلط. آلية تنفيذه غلط. خلينا نفرق. يعني هل القرار ده العالم كله كده؟ ده حقيقي. قصدي العالم كله يا اما بيبقى فيه اسكرو اكونت، بيبقى فيه 3 اطراف للشغلانه. مفيش حاجه اسمها مطور بيبيع دايركت للعميل. حتى السعوديه النهارده لو هتبيع، لو مطور بيبيع لعميل يبقى البيع كاش. لو اي حاجه فيها انستولمنتس تبقى مع بنك باسكرو اكونت. واما بتخش مع بنك الاسكرو اكونت ده بيديك على حسب نسبه التنفيذ كلون او كوات ايفر. انت لا هو السعوديه انا ما ينفعش اخش كعلوي اخش اشتري بيت الا لما هو الراجل اللي قاعد قدامي بيعمل لي الكونتراكت عارف كل حاجه عني اونلاين، انا شايفه متجوز واحده ولا 2 ولا مش متجوز. سؤال بس، ولو متجوز هياخد فلوس. ايه اللي ناقص؟ ولو مش متجوز مش هيدوك حاجه. ايه اللي ناقصني نعمل ده؟ ايه اللي ناقصني نعمل ده؟ ناقصك تعمل ده؟ الناس. لا مين يا باشا؟ عارف ليه لا؟ انت بلد من 10 سنين كان اللي بيستخدم الكريدت كارد عدد صغير جدا من الناس، اللي كان بيستخدم التكنولوجي عدد اقل. النهارده انت دوله من عندها اقل من مليون بني ادم معاه كريدت كارد، للنهارده دوله بقى واصله ل9 رقم واكسبكتنج تزيد. النهارده من دوله عندهم سمارت فونز لا يتعدى 10 مليون بني ادم، النهارده اولموست التوتال بوبيليشن عندها سمارت فونز. اولموست طبعا مش بقول صح، بس الناس كلها بتعيش. يا باشا انت ممكن اسالك سؤال يا محمود؟ هو انت في شركتك النهارده مش انت رمانة الميزان؟ ده اكيد. بتجيب تيم رمانة ميزان، التيم ده بيوجه الناس اللي تحتيها وهكذا. اي سلسله ناجحه في اي حاجه محتاجه الناس الصح في المكان الصح في الوقت الصح. انا ممكن اجيب محمود النهارده وهو اكتر واحد فت بس يفشل ليه؟ مش وقته. وممكن اجيبه ومش مديله تولز، وممكن اجيبه ومعاه التولز ومعاه الوقت بس معهوش الناس الصح اللي تساعده. فهي قصه امكانيات. انت عندك دلوقتي فرصه رهيبه 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 جدا في التكنولوجيا في العقار. لسه بتقول بسم الله الرحمن الرحيم. في بقى الريسيل، في CRM، في التك، في الفراكشنز، في كل انواع التكنولوجيا لسه بتقول يا هادي. انت لسه فتحة خير. لسه فتحة خير. وعلى فكره بص، لو انا وانت بياخدوا راينا النهارده، يعني بياخدوا في حاجه، انا بقول لكل حد بيشتغل في الريل استيت لازم تخش البروبتك باي شكل بقى. تخش بقى تستثمر، تخش تنشئ، تتعرض ليه، تنجح بيه، تشتغل بيه بكل انواعه، لانها فرصه رهيبه رهيبه. ولسه بدري جدا. الناس فاكره ان الموضوع خلص. كام شركه كده طلعت ان الموضوع خلص. لا ده لسه. احنا عندنا قطاع كونستراكشن فين التك قليل جدا. بروبرتي مانجمنت، كونستراكشن، CRM سيستم، ليستنج ويب سايت. ما خلي بالك الناس فاكره الليستنج بس. الليستنج بس. الناس فاكره الريل استيت بروبتك هو الليستنج بس. بص هقول لك على حاجه في الموضوع ده، خلينا نتقال بالطريقه دي. يعني احنا لسه في التكنولوجي في جمهوريه مصر العربيه في عصر، خلينا اقول لك انها بني ادم. انا عندي 5 سنين ما عدتهاش. لا بس الفينتك انت متطور. متطور ايه؟ لا حلو. يعني انت كنت تحلم ان انت اديني الفلوس اللي اتحطت في الفينتك اندستري في الريل استيت. ايوه لا ما انا بقول لك اعرف اعملها لك. انت متطور. ايوه انا لا انا فهمت غلط. انت بتتكلم ان التكنولوجيا العقاريه. ايوه طبعا. لا 5 سنين بس. التك عامه احنا متطورين. حاجات تعين استبيه بتدفع بيه الفطار الصبح. لا انستا باي ده انجح مشروع حصل في تاريخ جمهوريه مصر العربيه. مين اللي عمله بقى؟ الحكومه. بس
ويل طب ما فتحتوش للناس ليه؟ فاهم قصدي؟ حصلت اراده لتنفيذ مشروع معين ومعاه واراده سهله، البروبر سيت اب ورا جريت، واراده سهله، قرار جميل. سمي انت بقى، ما السهوله والصعوبه دي مش انا وانت اللي هنقولها. عندك حق. ليه؟ في الاول وفي الاخر احنا في دوله فيها 120 مليون بني ادم. انت ما انتش قد ان انت النهارده تيجي تقول المصنع ده انا هقلبه تكنولوجي اسمه ايه ده، انهانسمنت حاجات وروبوتكس، وحتى نزل عن 10,000 بتاع هينزلوا يعملوا لك ثوره، المصنع هيقفل. ما عندكش ده. انت في برضه شق ليه بعد سياسي مش انا وانت اللي شايفينه، ولكن احنا بنقول ان التكنولوجيا اللي هتساعد البني ادم على اتخاذ القرار اهلا بيها وناخدها بالحضن. التكنولوجيا اللي هتشيل بني ادم وتحط بني ادم نحاول نطور البني ادم ده اللي يشتغل عليه. ما اتطورتش يا باشا روح اقعد يا باشا ربي الزريبه بتاعتك. بس في حاجه بقى في التك او البروب تك اللي هو بقى يعني خلاف في مجالنا، مش هنتكلم عن التك عامه. يعني البروب تك في مصر في حاجه غريبه جدا. يعني كل الفنتك التك تك كل حاجه فيها سبورت. للاسف اغلبيه اللي دخلوا عملوا تكنولوجي they're not real estate جاي صح. فهو راجل بتاع التكنولوجي فاكر ان هو قفش حاجه بره حاجه اعملها هنا جرب يا باشا ونشوف. لكن بزنس داون ذا رود، بزنس اتس اول اباوت هو يو نو نوت وات يو نو. بس انت عشان تبقى انت كعلو بقى، عشان تبقى احنا بص، احنا دلوقتي عندنا مثلا حالا يونيكورن حلو كده. في شركات قويه في مصر، هيلث تك مثلا فيزيتا من اقوى الشركات في افريقيا ومصر، حاجه تشرف. احنا عندنا ايه؟ احنا محتاجين يبقى عندنا 20 30 50 100 واحده من دول، وكل واحد في اندستري. الناس اللي في الاندستري دي يعني تعالي يا اعمار انت بتبيعي ما شاء الله بالسنه قد كده. بالعكس قول لي انت شايف مين الشركات اللي في التكنولوجي اللي في مصر في التك مثلا؟ لا في شركات حلوه جدا، مش عايز اقول اسامي. بالعكس لا كلهم ناجحين. عندك ناوي ما شاء الله، يعني حاجه تشرف يعني، وشكل حلو لمصر. عندك فريده ده شايف عامل شغل كويس. ده فراكشنز. عندك تك نوكس مثلا اللي انا بعمله اهو شغال وقايم. عندك كام واحد CRM بقى والحاجات دي كتير يعني. طب ممكن اسالك سؤال تاني؟ خليني اقولها بالعكس. ناوي حلو ما بلاش ليه نجح؟ لا بالعكس بالعكس انا شايف ان الموديل ناجح ماشي. بس ليه نجح؟ فند صح. وناس طبعا ما بنقللش منهم، خلينا نتفق الناس اشتغلوا جامد قوي يعني. يبقى خلينا نتفق على حاجتين. فاندنج من مع مين؟ بروبر مايند سيت. مع مين فاندنج فند بروبر مايند سيت. فند من مين؟ مش فارق معايا مين. لا فلوس كتير. مش فند عادي بقى من اللي انا ممكن انا وانت نجيبه. التاني بقى هو ده اللي برجعه لك. شفت انت لما قلت لي السعوديه فين وانا قلت لك السعوديه ومصر، ده عنده حاجه ما عنديش. اينما وجد الاثنين دول بتمشي. حصل نجاح. وليه نجاح؟ شركه زي ناوي نجحت مش عشان خاطر اخترعوا ديب من ديله، لا، في فاندنج وفي شويه اشخاص عندهم فكر وعندهم اللكجري اوف تراين ايرور. صح. وفي ساويرس. فجرب يا باشا، سيبك مش فارقه معايا والله. ما لو قلت لي مين اسامي عارف اقول لك حاجه، لو انا وانت محمود مش دي القصه. لا خلاص. انا بقول ايه، انا قاصد ايه؟ انا بقول على الفند ليه؟ انا قاصد بس ان احنا كل كارير محتاج يفند ويقف جنب. ما هي دي اللي علو بقى طالع، لا تعالى نقف جنبه حتى لو علو هيغلط، بس في دي. احنا عايزين علو ده يبقى يونيكورن. خلينا ناخد ناوي تكست بوك كيس. ناوي شركه بالورقه والقلم، مفيش اتنين ما يقولوش ان الشركه دي ما نجحتش. خلاص ده حقيقي. واللي يقول غير كده يبقى بني ادم بينافق نفسه، ده اكيد. بني ادم بيحسد وخلاص ومنافسن يعني. هل الشركه دي مش التكست بوك زي باين؟ لا. سيبك بقى من ساويرس ولا غير ساويرس، مش فارق معايا المسميات، انا فارق معايا الواقع. الناس دي اخذت فلوس عرفت تستخدمها. الفي سي وورلد او الفنتشر كابيتال او راس المال المخاطر، خلاص اهم ركن بيستثمر فيه هو مين اللي هيدور الشركه. صح. الشخص نفسه. الشخص ده النهارده لو وقع هيعرف يقوم، لو غلط هيعرف يطور، لو وعنده من الخبره ومن الثقل الفهم والعلم اللي يعرف يطور من المنظومه. يبقى ناقصه ايه؟ ناقصه فاندنج. الشباب بتاعت ناوي خلاص عيال كلها زي الفل، انا اعرفهم بيرسونلي وانتجوا اللي ساعدهم على انتاج. هل انت النهارده تقدر تقول لي ان ناوي تكنولوجي في وجهه نظري انا بقى اشوف اهو هقول حاجه ممكن يبقوا يعني مختلفه. انا مش شايف ان ناوي تكنولوجي، انا شايف ان ناوي بتركب الطاقيه عشان لما يجي الوقت الصح، اما تيجي تدوس الزرار ما حدش يعرف يحصلها. لكن النهارده لما تيجي تقول لي ناوي هل انت اشتريت وحده من على ويب سايت ناوي؟ لا. بس تعرف تاخد قرار من ويب سايت ناوي.
فالنهارده ناوي عرفت بشطارتها ان هي تعرف توصل لسكسس هيت ريت في الكواليفايد ليدز بطريقه معينه بتكنولوجيا ليستنج معين. بسايد ان هم معاهم فاندنج مرعب بيخليه يغلط ويجرب، ناوي يشارز ولا ناوي ينوع، كل دي حاجات جديده بيطلع بيها تصيب وتخيب، بس معاه التولز اللي تعرف قصه. فاجتمع الفاندنج مع شباب بتفكر، مش شرط بقى الفاندنج ده يبقى مليونيرات، لا انا ممكن ادي النهارده لمحمود بخيت $1 مليون خلاص يعرف يعمل بيها حاجه حلوه. يعمل واحد اخد $20 مليون ليه؟ ان محمود بخيت بقاله سنين عنده خبره. صح. عشان كده انا لما بستثمر في اي شركات ناشئه، وانا بستثمر كتير في شركات ناشئه خلاص، بستثمر في الاشخاص، ما عنديش مشكله. الشخص ده كويس، شغال في ديفلوبمنت، مهندس طلع بفكره بس هو فاهم ديفلوبمنت، عارف يخش. واحد في اوبريشن، انا مثلا دخلت في حاجه ليها دعوه بالمحافظات، شباب بتعمل سراير خلاص لكل الطلاب اللي جايين من المحافظات الجامعات المدن الجامعيه والحاجات دي. العيال شغاله نار وشغاله زي الفل وحته زي الفل. انت فاهم قصدي؟ زي مثلا عارف ايه، زي ايه، يمكن اخرج بره السياق وارجع له تاني، زي بالظبط يا محمود المطور سايب الكوكب اللي اسمه جمهوريه مصر العربيه وشغال في القاهره والساحل. يا ابني المحافظات فيها بلاوي، فيها فلوس قد كده اهو. مين بيعجبك بقى من المطورين الجداد دلوقتي؟ طب اسالني السؤال عمقولي شويه. ديفاين مطور جديد يعني عمره قد ايه؟ لسه الراجل بيقول بسم الله الرحمن الرحيم ونازل. عمره قد ايه في السوق؟ يبقى له 5-6 سنين من 2020 كده. 5-6 سنين. عايز الحقيقه؟ اكيد احنا قاعدين قعده حقيقه. ما فيش حد شادد انتباهي. يمكن في ناس اتحسنت ديفينتلي، بس حد شادد انتباهي لا جديد يعني بيقول يا هادي يعني. لا ما فيش حد شادد انتباهي قوي. في بعض المطورين اللي فيهم اللي باين عليهم الرمق وباين عليهم هيتطوروا وبوزيشننج بيبوزيشن نفسهم بطريقه كويسه. زي مين يعني؟ زي مثلا كريد احمد حاطط نفسه في شكل حلو، يمكن لسه ما طلعلوش منتج حقيقي ناس تاخد فيه اكسبيرينس، عشان المطور يعني ليفنج اكسبيرينس، مش يعني بروشورات ولا طوب ورمل، هي في الاول وفي الاخر وده فعلا حقيقه بقى عايشه. فشايف ان احمد كويس او كريد، مش هشخصا القصه في احمد. شايف ان ممكن شركه زي القمزي فيها نبته كويسه، من انا شايفه من الناس الكلب. خلي بالك انا ببص على الشركه بكالبرز، ما ببصش بس على منتج. صح. ففيها كالبرز. الناس مين انت شايف ايه؟ والله بص انا شايف في بدايه يعني شركات عملت وبنت وعملت ستوري حلو. شركه مثلا في التجمع زي ويلث مثلا، لا انت بتعدي دلوقتي مولات. احمد شاكر محترم جدا. احمد شاكر عامل شغل حلو قوي، بنى وبدات الناس تاخد اماكن، فبدانا نعدي في ال90 ويلث. طب الراجل ده كان فين؟ فهمتني؟ في شركات في العاصمه طبعا عملت شغل يعني وبنت كومباوندز وبدات الناس تسلم وتتحرك. بس انا معاك ان مفيش حد خد يعني ما طلع لناش بالم هيلز تاني مثلا. ما هقول لك ليه مش هيطلع. ما خلي لك حاجه، بالم هيلز مش خاطر ياسين منصور سنين برضه. اي اسم بتقول عليه بقى اسم مطور. عشان كده شغلانه التطوير العقاري دي مش شغلانه صرف، هي شغلانه الليفنج اكسبيرينس. ايه اللي انت بتبيلد كوميونتي. فالنهارده ما هياش طوب ورمل، وهم لازم يفهموا بقى ده. ات ويل تيك تايم. ما فيش حد بيبني اسمه عشان خاطر شويه يفط في الشارع وعشان خاطر خدت مشروع واثنين وثلاثه. انت عارف ايه السبب في ده؟ سؤال سيلفر ساندز النهارده مش نجيب ساويرس طبعا يا باشا. ممكن اسالك سؤال؟ فين المنتج اللي انت النهارده هتطلع بيه نبتدي نقول عليه منتج مطلع عنده كاليبرز، شركه محترمه، بس مش صحيح قوي، لكن لحد الدقيقه دي انا لسه ما شفتش ليفنج اكسبيرينس. لكن هل في بوتنشال تطلع؟ يمكن من الشركه اللي اضيفها على ده، بس دي مش شركه تعتبر شركه صغيره خلاص، دي حجمها تضخم. دي شركه النهارده هي مبنيه كبيره بالظبط. انت فاهم قصدي؟ فما اقدرش احطها في وسط الصغيرين نظرا لان راس المال مش صغير. شركه نفسها سوارسه نفسهم، نجيب نفسه مش شركه صغيره كحجم، بدات بضخ مبالغ رهيبه، فما اقدرش اقول صغيره. لكن تاني ما فيش حاجه اسمها مطور يقول على نفسه مطور غير قبل ما يسلم وحدته ويعيش ونعيش بقى ونتعامل. اعمار النهارده حضرتك بتقول عليها اعمار وبقت ورقه بوسطه او طلعت مصطفى، عشان النهارده واحد زي طلعت مصطفى ده عنده لا يقل عن 100,000 وحده سكنيه عايشه، فتعرف تشوف هل ما عندوش مشاكل. ما طلع له مشاكل قبل كده طبيعي. لكن ده مطور. تيجي تقول لي طلعت مصطفى مطور، انا اسف اعمار مطور. تيجي تقول لي بالم هيلز مطور. تيجي تقول لي صادق
مطور. فاهم قصدي؟ في اسامي ده اسمه مطور، الباقي في مرحله التطوير. خلينا عشان ما نقولش اللفظ ممكن يزعج حد مننا وكل الناس حبايبنا، في مرحله التطوير. ده it will take them time. بس هم في ناس مسميه نفسها رواد يعني حاجه بقى. هو ده يا باشا، ما هو للاسف دي جزء النفخه مشاكل السوشيال ميديا. اللي انت النهارده تصرف لك 100,000 جنيه على صفحتك وبي ار كامبين وتجيب لك 2-3 بجرايد صفراء ويقعدوا ينوروا القصه، بتظن صح ان ايه ده، ونزلت في مكان فلقيت واحد بيصورك صورتين وايه ده مش عارف ايه عشان خاطر بس في حاجه بقى تانية، في شركات بقى بدات تجدد شبابها وده بيعجبني قوي. يعني ايه؟ يعني في شركات تطوير كده بس خباك تطوير هي اسم على مسمى. هي شلبي عمل لتطوير روح، وعمل لتطوير انها شركه شبابيه. انا بشوف ان التطوير نجحت عشان خاطر حاجه واحده بس مش 2، فصل الملكيه عن الاداره. ده 100%. مجلس اداره او ملاك تطوير مصر يمكن انا عندي علاقه بيهم، ناس محترمه جدا، بس لا يتدخلوا في الاوبريشن. ده هو دلوقتي اللي ماسك شركه فيها مشروعين، صاحب الشركه قاعد وعايز باشا بيسالك ربع جنيه راح فين؟ لا هو بيدير الاوفيس بوي، مش يا ريت بيدير تيم السيلز. فشطاره ده ولعلمك. وحتى احمد خلاص، احمد ما هوش راجل سيلز اورينتد. لا احمد لما جه استعانوا بواحد زي شريف سيف النصر، خبره رهيبه، يعرف يعمل ايدنتيتي. فبالتالي ايه اللي حصل؟ مزيج حلو. بقى في استراتيجي واضحه للشركه they follow through، ودي مصيبه المطورين في مصر. خلاص. ولو انت هتسالني سؤال هتقول لي مشكله شركات العاصمه فين، اقول لك هنا مش في ان هو مقاول وعايز يبقى مطور، بالعكس انا سقف له وطبطب له، ياخده بالحضن واساعده، لكن مشكلته ان هو مقاول بفكر مقاول ومستعجل، مش فارقه معاه. في حاجه مزعجه، الناس ما خدتش الليرن كيرف يا جماعه. الشركات دي شقت وتعبت ووقعت. ان انت دخلت هي لو هتسالني بقى بمناسبه السؤال، لما قلت لي العاصمه، مصيبه العاصمه في وجهه نظر انا او مطورين او سوق العاصمه، انه كان في اماتيوريتي غير طبيعيه من المطورين اللي بقوا هناك. صح. وما بقاش في حد حاكم ليهم. صح. ما بتكلمش في الكونستراكشن سايد، انا بتكلم في البروبوزل سايد للسوق. فبقيت عندك المطور، بقيت انت داخل السمسار بقى بيتحكم في المطور، فبقى الغالب مش البضاعه ولا الفاليو، اللي غالب اللي هيطلع اعلى نسبه عموله. صح. فبقيت انت تلاقي ان السوق شغال على مطور مش عشان خاطر المطور ده احسن واحد، لا، بقى شغال عشان خاطر المطور ده بيطلع اعلى عموله. ليه؟ اللي انت داخل كتالوج كله. ما هو خناقه بقى. انت عندك، انا برضو من اللي بيعجبني الناس اللي جددوا دمهم عبد الله سلام، مدينه نصر. انت كنت من الجيل اللي عمل مدينه نصر تاني، يعني كان مدينه نصر دي. بس انا مش مبسوط باسم مدينه مصر، انا مقتنع ايا كان. بس انا اقول لك على حاجه، انت من الجيل وما اقدرش انا، يا زي ما انت لو سالتني عن حاجه عن مصر ايطاليا طبعا هجاوبك، بس انا بقول لك ان انت من الجيل اللي اشتغل وعمل لمدينه نصر جوانا كحاله، نشتغل بقى ونبيع ونبص وممكن نشتري في الموضوع ده. وعبد الله سلام تاني حركه حصلت حقيقي احيا الشركه دي، وانا بحيي عبد الله، يعني ان هو من الشركات زي ما بقول لك حد جدد. عبد الله تعال نجدد، لا نقول عبد الله جدد. عبد الله في ميزه مهمه جدا، ان عبد الله انوفيتور. يس. خلاص. ودي قليله، بس دايما برضو عشان برضو نقول نصيحه لوجه الله وفي اخر المستشار مؤتمر، التو ماتش اوف انوفيشن غلط. فيو هاف تو يو نيد تو هاف ا بالانسد انوفيشن. فاهم قصدي ايه؟ بس خلى الشركه لا ما بقولش على عبد الله، لا هو غيره، بتكلم في العموم عشان احنا قلنا عبد الله انوفيتور، ده المثل كويس للقصه. في ناس ممكن تحاول تكوبي كات وتقلد، وعايز ابقى انا بس انوفيتور، فانا هغير بفكر ان انا ابقى بلبس بنطلون مقطع، مع ان الصح تلبس بنطلون مش مقطع. بس انا اسالك سؤال غريب قوي دلوقتي بقى. اسال براحتك، احنا قاعدين بنسال اسئله غريبه بقى. والله اسئله غريبه، سؤال غريب جدا، وممكن اللي في الاندستري بس ممكن يسالوا السؤال ده. مش خايف على ماونتن فيو؟ والله بص، انا عمرو شخص انا بحبه جدا، باشمهندس عمرو، وعنده فكر واداره قويه جدا. لو هتسالني انا خايف عليهم، انا ممكن ابقى خايف من حاجه واحده بس. خايف. انا طول عمري عندي مبدا التوسع زياده عن اللزوم غلط. يعني عندنا مثالين في الموضوع ده. عندنا شركه اسمها ايوان. ايوان دي كانت نبته لمطور عقاري ضخم ويكبر، صح، ومنتج حلو محترمه جدا. وما حبوا يكبروا فجاه راح داخل، كان عايز ياخد 1000 ومش عارف فدان، واخد ارض، اخد قطع اراضي حلوه جدا، بس كان كوبري زياده عن اللزوم. وفي الاخر ما خدش ده وما خدش ده، وفضل واقف محلك سر.
عندنا برضو نفس المثل، هدي. شركه زي انرشيا، لسه كنت هقول لك ده المثال التاني. اداره محترمه جدا، حسين الرفاعي ولا احمد ولا الاداره كانت شبابي وعندهم فكر خطير، صح. بس ما ينفعش تبقى مطور من 30 فدان هوب اطلع اخد 1400 فدان في الساحل خلاص. فبالتالي دي مش امكانياتي ولا امكانياتي الماديه ولا الفكريه ولا بس هي ماونتن فيو امكانياتها، بس التوسع زياده. ماونتن فيو يمكن تبقى اكسبشن تو ذا كيس سنه، بس ستيل فتحه الصدر الجامده جدا دي تخوف. ليه؟ لو السوق قفل صباعه مالكش كبير. بس هم بدوا يتجهوا، خلي بالك، وده اغلبيه المطورين الكبار باي ذا واي معلومه عامه، ان بدوا يخشوا الشراكه مع الدوله مش بفكره تطوير، تسويق، ديزاين مانجمنت وتسويق. نقول تسويق. يعني النهارده مثلا لما تيجي تبص على شراكه، هو مش ديزاين، هو بيحط اللون بتاعه. لا بيعمل ديزاين. يعني تيجي تبص مثلا على شراكه زي بتاعت نيشنز اوف سكاي مع بالم هيلز ماونتن فيو، شراكها انا بقول ان دي من اوائل الحاجات الناجحه اللي حصلت في السوق. ده حقيقي. ليه؟ ان دمج الفكر الخاص بالقطاع العام. القطاع العام. فبالتالي ان اديت لبالم هيلز خش اعملي الديزاين مانجمنت، اعملي الديزاين والروح بتاعت بالم هيلز، خش يا ماونتن فيو نفس القصه، انا هبني خلاص وانت هتديني الديزاين وانت اللي هتبيع البضاعه دي تحت اسمك اكن شراكه. وابتدي بقى انا بعد كده الفاليو ادد بقى، اخد انا من بالم هيلز وماونتن فيو واعمل انا ايه المشروع بتاعي. صدق فين بقى؟ لا صدق يا باشا، صدق شركه محترمه جدا. انا ايوه فين دلوقتي؟ انا بتكلم، لا صدق احنا عايشين فيها. صدق از 100% فكر مستثمر ذكي دلوقتي 100%. اوكي يعني دي حاجه تطمن على فكره جداً. انا بسال ليه؟ لان انا راجل في الماركت فببيع كل يوم. انا عايزه فين صدق؟ يا صدق كانت صدق من اساتسه، لا كانت كل يوم في، يعني ممكن من الاخر يعني الصدق قوه في السوق، يعني لازم تبقى موجوده كل شويه عشان حاجه منتج حلو. صدق ما عملتش اللي عملته ماونتن فيو، ما فتحتش صدرها. صدق ما فتحتش. وانا بشوف ان ده فكر صحيح على حسب الزمن. يعني النهارده از سبيك تجار الاراضي اللي كانوا في التجمع، النهارده الناس بتدلل على الاراضي بعد ما كان الارض عليها 10 بيدوروا عليها. صح دلوقتي عشان بقى الاوفر والحاجات دي اللي بقى. فبالتالي بيجي وقت معين في السوق مش محتاج اوسع قوي، خليني يبقى الحال حتى لو هاخد الارض بعد كده بسعر اغلى. ما انا عارف زي في البورصه كده يجي يقول لك ايه، انا هستنى الكونفirmation ان السهم ده كسر الريزيستنس بوينت عشان اخش عندنا اشتريه. انت فاهم قصدي؟ في ناس بتفكر بالفكر ده. حسن علام فين بقى؟ ايه حسن علام؟ لا ده حسن علام راجل مقاول شاطر جدا، وقال فكر تطويري محترم جدا، وعمل كوميونتي بيست بروجكتس محترم جدا، وفي الاخر هي شراكات. ما هو انا بس مشكلتي يعني انا بتكلم طبعا دلوقتي بما ان انا راجل بشتغل في السوق ده، فببقى حابب اشوف كانهم مثلا ميسي ورونالدو ومحمد صلاح، اشوف كلهم. احنا ما عندناش، انا بحبهم. انت ما عندكش غير واحد بس اسمها فيفا اللي هي طلعت مصطفى. الفيفا مقفل الفيفا. ده المطور الوحيد اللي في الميدل ايست، هو واعمار. ده حقيقي. مطور ده راجل يتدرس كانتيتي طبعا وكقصه. ده راجل يتدرس، ده يقارن بنوكا. صح. فاهم قصدي؟ يعني يقارن هيئه مجتمعات. لا يعني مثلا هتلاقي بالم هيلز بتطرح 4 مشروعات في الساحل. اوكي تستاهل. ومفيش حسن علام مشروع واحد بس. طب اقول لك على حاجه بقى، خرج شركه عاديه تطرح مشروعين في الساحل وحسن علام مش يعني. انت بتخيل؟ انا بقعد ابص يا جماعه فين الناس دي؟ مش ما هو ده فكر، ما هو ده ديبينس على الاداره والراس المال. زي اديك مثلا حسن علام وضره، ما هو نفس الحاجه. فين ضره وقف في حته معينه. فين ضره؟ المايند سيت بتاع راس المال مش حابب يخش في الحته دي. حسن علام الجيل السكند جنريشن حابب يخش في القصه دي. صح. فهي اولاد ممكن تلاقي مثلا النهارده ابن ياسين منصور مش حابب يطور يخش في الحته دي، اما يجي اسمه ده يقف. انسي ابن نجيب ما دخلش في الريل استيت، دخل في النوادي ودخل في الفي سي في اجيال بتخش في حته ثانيه. انت قصدي؟ فهي المبدا مش فين، المبدا في البروسيس بتاعت السكند جنريشن او الراس المال بيفكر فيه. طيب عايز اسالك سؤال يا ابو حميد يا جميل. دلوقتي بما انك راجل من القليلين اللي اشتغلوا في التطوير العقاري واليوم باع، في نفس الوقت قلبت ودخلت في حته التسويق العقاري وشفت ميزاتها وعيوبها. العلاقه ازاي نعرف نطلع بالعلاقه دي؟ عشان عندي وجهه نظر كده بس هقولها بعد ما تقول لي. اوكي. ازاي نعرف نطلع بالعلاقه دي لاحسن شكل ومضمون يفيد العميل في الاخر، عشان في الاخر هي بترمي في الاخر في مصلحه العميل، وده اللي مهم.
زي ما انت قلت يمكن انا اللي دخلت في الحته دي شويه وقعدت فيها واشتغلت عليها. موضوع خلاص كل طرف عارف ان هو مفيش حياه من غير الاخر. يعني هما الاتنين وصلوا لفكره ان الحياه لازم تكمل بيهم هما الاتنين، البروكريج والديفلوبر. بقت علاقه قويه جدا وان هما لازم ينجحوا مع بعض. العلاقه بقى ازاي تستمر وتبقى احسن، دي محتاجه شغل جامد قوي، لان فعلا العلاقه بتتهز. يعني عايز اقول لك انا لما كنت في الديفلوبر سايد كنت بشوف البروكريج مش هو اللي اعتمد عليه. انا لازم اعتمد على نفسي والتيم بتاعي وابيع دايركت وعايز اقول لك ان انا كنت بركز في البروكريج كوميشن وقد ايه هو وهشيل منه وازاي اقلله وازاي. دلوقتي معظم الديفلوبر ما بيفكرش كده، واللي بيفكر على كده هم ناس قليله قوي وناجحين، يعني زي طلعت مصطفى طبعا ونيو جيزه وحاجات مختلفه تماما وشغالين بالسيكونس ده، برغم ان هم برضو بيحاولوا يلمسوا تعالى امباسادور، تعالى نفتح 3 شركات. بس هو في الاخر العلاقه 99% من الشركات بتقوم على العلاقه بين الاثنين. واللي انا شايفه ان الديفلوبرز اللي هم بيبتدي يعاند شويه على اللونج تيرم بيخسر، بيحصل له مشاكل. فبيجي ايه يعني ايه مثلا انا وانت اخوات قوي واصحاب قوي تمام، اجي في لونش بقى لا هنسكن الدايركت الاول. طب انا معاك من الاول، لا هنسكن الدايركت الاول ماشي. احنا المنطقه دي بقى اللي بايعه نفسها دي مش هندخلك فيه، احنا هنسيب لك بقى الحته اللي على السور الصعبه قوي تباعها. فانت كانك كديفلوبر بتعمل البروكر ايه، بتديله كانك من الاخر مش بتديله، انت بتعامله كانه هو الديرتي ورك بتاعك، الحاجه الصعبه قوي. فالعلاقه دي محتاجه تتظبط. يعني محتاجه ايه ان تبقى علاقه صحيه. ما انت ما بتعاملني كده بتوصلني انا كشركه ان انا برضو اما اكون عايز الحقك ما بقاش عايز الحقك قوي، حتى لو في ايدي ان انا الحقك او اشتغل عليك. فهي العلاقه محتاجه تتظبط. الحته الثانيه الصعبه قوي كانت 25 حته الكولكشن، ان الديفلوبرز عملوا طبعا انظمه سداد من اول السنه كده كبيره جدا و12 و14. فالبروكر هياخد الكوميشن بتاعه ده بعد سنه ونص. فالراجل ده بيبقى عنده دايما التزامات وعنده عنده حاجه مش عارف يوفيها، لان هو شايف العمولات هتاخر جدا جدا جدا. هو العلاقه دي كانت لازم تتنظم الاول، وفي شركات عرفت تنظمها وفي شركات ما عرفتش تنظمها، بس دي اثرت قوي على شركات البروكر. طيب خلينا اقولها، خلينا اضيف على كلامك. انا دايما بقول ان العلاقه ما بين المطور والمسوق هو جواز كاثوليكي. صح. خلاص عمرك ما هتعرف تفصله، ولو فصلته هياخد نص فلوسك سواء من الجهه دي او من الجهه دي. انت فاهم قصدي؟ فبالتالي العلاقه دي لازم تتبني على اساس هيلثي. صح، ثابت. اول صفحه في الشريط، سيبنا من تاخير الفلوس او تبديل الفلوس او ادخلك في الاول او ادخلك في الاخر. هي في الاخر المنظومه بتاعه المبيعات دي كلها في السوق العقاري محتاجه ثوره. يعني زي ما كنا بنقول في الاول كده ان البياع لازم نفهم ان هو مش بياع، هو مستشار. النبي عليه الصلاه والسلام كده قال لك المستشار مؤتمن. صح. انت فاهم قصدي؟ مش كلامي ده كلامه. فاكيد المعلومه دي لو مشيت كده وسيركيليتد في وسط الناس ان حضرتك هتتحاسب على كل مشوره انت بتديها، مش على كل جنيه انت قاعد بتحسبه في جيبك. نفس قصه البياع اللي عند شركه التطوير، ما هو زي ما انت بتقول هو بيفكر اكتر توردز جيبه، فمصلحته رايحه ناحيه الدايركت شانل. المطور بيفكر برضه ناحيه جيبه، فبيفكر ناحيه الدايركت شانل. انا بصرف ماركتنج والسمسار بيركب عليه، انا بخش في كونفليكتس. العلاقه دي لازم اصلا تتفور من اساسها، لازم تبقى علاقه مبنيه لعلاقه صحيه. العلاقه الصحيه دي لازم تسبقها خطوه، اللي انا يبقى عندي بروبر كاليبر بيبيع فاليوز، مش بيبيع وخلاص. فالنهارده لما انا يبقى عندي بروبر تريند زي الامريكا في حاجه اسمها ايجنت وحاجه اسمها بروكر. البروكر ده سيرتيفايد، صح، خلاص.
البروكر السيرتيفايد ده ما ينفعش يبقى بروكر غير لما بياخد تريننج سيشنز وبيقعد سنه مور لس عقبال ما ياخد الشهاده، يشغل شويه ايجنتس. لكن الايجنت ما يعرفش يشتغل. يبقى احنا عندنا نفس الفكره كبروكر، بس خش تريننج. لو بكره الصبح الرجاله المحترمه اللي بتصورنا قال لك احنا هنشيب التصوير وهنشتغل ونفتح شركه بروكر، مش هتقول لهم لا. دي اسرع شغلانه. بدايه شغلانه اي بني ادم عاوز يبقى بيشتغل في الريل استيت كبروكر، اهلا وسهلا بيه. ودي برضو المشكله اللي بيعاني منها المطور وبيعاني منها المسوق. ايه انت النهارده بقيت في شركتك فور انستنس الموظف هياخد 500 جنيه هيسيبك عشان هياخد 500 جنيه ازيد. مفيش فاليوز، مفيش اي حاجه ذات ستاندز اب في الشركات بتمسك كده. والراجل اللي شغال في شركه التطوير في الكوميرشال سايت اللي هو السيلز والماركتنج والكلام ده كله شايف ان السمسار سمسار اكنه اقل منه بكتير. بصيص بصه وحشه. انا بديت في كارير بتاعي، بديت انفستمنت بانكينج. كان الراجل بتاع الانفستمنت بانك وبرايفت اكويتي ده بيبص للسمسار الستوك بروكر. انت يا ابني تتكلمش معايا بقى، تعلم موسيقى على تعليم. انت نفس النظره بتشوفها ناحيه المطور، سبيشالي التوب تير شركات بتبص للبروكر انت تحمد ربنا اللي انا بشغلك. فالفكر ده موجود هنا غلط. والفكر الناحيه الثانيه علشان احنا بنعين وات ايفر ذا تايب اوف كاليبر، مفيش بروبر سيجمنتيشن. ما ينفعش انا اكون ببيع للاكجري برودكت وبتكلم بلغه السي. انا مره واحده بنت كلمتني خلاص، مره واحده بس. لا انا بتكلم على انسيدنت سايد. ده بتقول لي حضرتك بتتكلم في الساحل، بتقول لي حضرتك البيتش فرونت عامل كذا. طب معلش مش قصدي. لو ده اللي بيسوق المشروع ده يبقى بقيه الناس اللي ساكنه في المشروع شكلها عامل ازاي؟ فانت لازم تجيب البني ادم الصح اللي يشتغل على البضاعه الصح، فيعرف النهارده انا هتارجت محمود، هتارجت علم، هتارجت الرجاله المحترمه او البنات المحترمين اللي موجودين وات ايفر. لازم تسبيك ذا سيم لانجوج، ياخد البروبر تريننج زي ما كنا لسه احمد بيقول في ليد سمارت. ودي حاجه انا احترمتها عندهم جدا، ان المشكله مش في الليدز، المشكله في اللي بيكلم الليد. فانت النهارده جبت بني ادم بوتنشال اللي بيرفع التليفون بيقول له الو مساء الخير، حضرتك مهتم في العقارات، حضرتك عملت ريكوست يا باشا. انت رحت مني اصلا من قبل ما تيجي. هقول لك لا انا عملت ريكوست غلط. لا انا مش، انا النهارده اي بني ادم بيقول لي الو مساء الخير رد فعلي عقارات يا ابن الحلال ربنا يكرمك وييسر لك، بس انا مش مهتم. ليه؟ انت اول يا 5 ثواني دول جبتهم. فانت محتاج بروبر تريننج في كل مفاصل المطور. ما هو والقصه. تعال اقول لك على حاجه. انا اكون راجل ما بقولش الحقيقه لو قلت ان احنا وانا بنتمي للشغلانه دي في جزء منها والجزء الاخر للديفلوبر، ان انا بدير شركات ديفلوبر. فانا قاعد في الحتتين وقاعد ابص وربنا مديني ان انا ابص على الاثنين واشوف المشكله واضحه ازاي. انا دلوقتي لو عايز اعمل علوي بيقولوا هبقى قد ايه؟ اقول لك الحقيقه هبقى قد كده. عشان تجيب الرايت بيبل في المكان ده صعبه جدا، صعبه جدا. انت عباره، اقول لك على حاجه، احكي لك حاجه بسيطه جدا. على ايامنا وعلى ايام اللي بعدنا واللي قبلنا كان دايما في شغلانات كده بتطلع موضه، اللي هي ايه، بتلم اكبر عدد من راغبي الثراء السريع، اللي هو ايه، نفسه حياته تتغير باي شكل. ولو بصيت في التاريخ هتلاقي حاجات مضحكه. يعني مثلا الموبايلات اول ما طلعت كان الناس كلها بتجيب موبايلات وتحطها في الكشاك والدقيقه مش عارف بكام وتكسب منها. فاللي عنده ايه، اوبر اول ما طلع كله اشتغل اوبر، كله مش عارف. الكول سنترز اول ما طلعت كله بقى كول سنتر. اول ما يتخرج هو خريج مش عارف حاجه كويسه او مش حلوه فعايز يشتغل. كل المهن، بس في مهن قفلت بقى. يعني ما فيش حاجه اسمها ايه دكتور غني فانا عايز ابقى دكتور بكره، مش هتنفع. محامي في نقابه قافله، مش تبقى محامي الا معاك كارنيه النقابه على الاقل. يعني مش عارف ايه، قافلين. مهندسين حتى ما ينفعش تبقى عندك مهندس مش واخد كارنيه النقابه، هيحصل له مشكله. فاحنا بقينا شغلانه وهم الناس اللي فيها اللي بيقولوا نفس الكلام، وانا منهم وهم مني وكلنا من بعض بنقول يا جماعه الشغلانه دي بقت شغلانه. وبجد انا بتكلم بجد، اللي مالوش شغلانه بيشتغل بروكر، اللي مالوش شغلانه. طيب هتقولي تعالى درب. انا راجل صاحب شركه وانا راجل يعني اعتقد يعني ان انت رايك فيا ان انا انسان كويس. انا عشان اعمل ده انا مش هعرف انافس.
التاني قدامي وانا ما بعيبش عليه، والله ما بعيب عليه، جايب اتوبيس ومحمله بني ادمين من كل التيارات طب ومن ممكن كل أقطعك هنا؟ الاتجاهات. معلش ممكن اقطعك هنا. متفق ومختلف. ليه متفق ومختلف؟ خلينا متفقين ان الاهم تايتل موجوده في شركات البروكرج هي بتاعت الاتش ار. ليه؟ اللي انت عندك باب مفتوح بيخرج وباب مفتوح بيدخل، صح؟ اوكي. لو احنا جينا بصينا حتى في شركات التسويق العقاري هتلاقي ان 25% من الموظفين هم اللي بيبيعوا، وال75 ولا فل. فانت قاعد شغال بتقلب. طلع خرج. لو انت النهارده تكنيكلي سبيكينج عرفت تكريت الوركينج انفايرمنت اللي كنا بنقول عليها، اللي هي جواها البروبر تريننج اللي بيتطور فيه البني ادم، اللي بيعرف يتعلم منه، اللي بقى بيعرف بدل ما هو كان بيقفل 25% من الموظفين بيقفلوا، انت عرفت توصلهم ل 51%. الشخص ده طول ما هو بيعمل فلوس معاك وبيفيد وبيربي عملاء، انت كسبان والمطور كسبان والسوق كسبان. ليه؟ انا مش مدرسه مطور ولا مدرسه بروكر، انا مدرسه العميل. انا طول عمري بقول كده، صح كده. انا طول عمري ما احبش ولا ابص من رجلين ده ولا من رجلين ده، انا احب ابص من عينين العميل. ليه؟ ان عينين العميل دايما كسبانه، مش عينين السمسار ولا عينين المطور، لان في الاخر ده اللي بيطلع فلوس من جيبه. صح. ده اهم شخص في المنظومه. فانا ازاي اعرف اخدمه؟ ارجع بعمل ريفرس انجينيرنج وريفرس بلاننج، فاروح من قدام الراجل ده عشان يشتري، هيشتري ازاي؟ محتاج مين اللي يكلمه؟ انهي شكل؟ عارف زي ما بقول كده مع فرق اللغه، عارف لما بقول بق بس هو مش بنفس الكلام، عارف لما بقول بق عده النصب، الواد يلبس الساعه، يلبس البدله، يبقى شكله كويس، حالق دقنه مش عارف ايه، مع فرق اللي هي مش عده نصب، هو ده الكتالوج. ده الاساس الكتالوج يعني. انا بقول لك انت محتاج الكتالوج ده خلاص في الفكر التسويقي. مالناش دعوه بقى مسوق عقاري ولا مطور عقاري، هو كروس بورد. طيب لازم يتعمل انا اول لما اشتغلت في صادق يا محمود، اول حاجه عملوها، وانا عشان كده بحترم مدرسه صادق، يمكن بقى حصل لها ترانسفورميشن، لا بس لغايه دلوقتي لا قويه. اول لما حطيت رجلي في صادق تاني اسبوع انا مش ناسي خلاص، جابوا ديل كارنيجي ودول من اكبر كورس بلانرز في العالم، تريننج دون كورس سيلز تريننج. ما جاش مضق على ورقه قال لك ما ينفعش تمشي كمان 3 شهور. باشا انت بتعملها فور دي ايه؟ باشا انت هتقعد عندي 6 شهور، انا عاوز ال6 شهور عايز اعلمك امصمصك واطلع منك احسن ما فيك. ماشي، بس عايز اقول لك على حاجه، وخليني اقول لك كلمه واضحه، اللي ايده في الميه غير اللي ايده في النار. معاك والله بقولها لك بصراحه. طب اللي انت بتقوله ده والله حاولناه بكل الطرق، يعني بجد احنا عملنا بوتيك بروكرج، ومش عايز اقول مين اللي كان معايا فيه، اسامي محترمه جدا جدا، ومعظمهم دلوقتي يعني من اعلام الناس اللي بيشتغلوا في الديفلوبرز يعني. وعملنا تريننج وعملنا رولز وعملنا، الموجه اكبر منك. طب نجحت ولا فشلت؟ لا فشلت طبعا. فشلت. اقول لك ليه؟ لان انت بتيجي كعلوي، انا استثمرت فيك وقفت جنبك، وانت ممكن تكون بتاخد عندي اعلى سالري انا عرفت اجيبه لك. التاني بيجي ياخدك. انا عايز اقول لك ان انا دلوقتي بقول لك مرتبات الدايركتورز اسمهم ايه دول والهيد اوف سيلز في شركات البروكرج بقى مرتباتهم اعلى من الديفلوبرز، برغم ان هو ما بيشتغلش، والبروفايل بتاع الولد او البنت مع احترامي ليهم يعني بعيد تماما عن الديفلوبر، بعيد، بياخد اعلى منه. يعني انا لما بجيب حد مش عارف ليه؟ لان هي بقت ايه؟ بقت شغلانه. ما هو بص، عايز اقول لك على حاجه. ممكن اقول لك هنا حاجه؟ قول لي. علشان انت بقيت تقيم الكاليبر، اسايد ان الكاليبر ممكن يبقاش مختلف، بس انت النهارده خلينا نقول الكوموديتي اللي رير في سوق العقارات هو كاليبر. مفيش. هنعتبر ان البني ادم عباره عن كوموديتي، تمام؟ هنعامله معامله السلعه. صح. السلعه دي النهارده بقت مرطرطه، فبقى اللي ذو قيمه فيها ومنور قليل جدا، فليه تكلفه اعلى. لا يا ريت. يعني خلي بالك، لو التكلفه اعلى طب ما احنا هنتنافس بقى. يعني معنى زي ما انا مثلا كنت ببقى مصر ايطاليا، لو انا عايز انجح جدا اجيب فلان، او عايز انت تنجح مدينه نصر هتجيب، قاعدين بنكمبيت بقى بنجيب الناس دي. لا، انت بتجيب على اساس ان فلان ده معاه 80 مليون واحد هيشحنهم معاه بروكرز. بروكر اورينتد. ايوه، فبتجيب اورينتد مين؟ ده الكلمه دي كبيره في البروكرج. بص يا علوي، موضوع البروكرز او شركات بروكرج هو موضوع اتغير اخر 3 سنين بعنف شديد، مختلف. ودخل فيه
قطاعات كتيره، وعشان تعرف تغيره وتنظمه محتاج بقى دوله ومحتاج تشريعات. سامعين او رجع الدوله؟ لا في الحته دي كان بيقول ما بنقولش. لا اصل خلي بالك ما ينفعش يقعد يبقى دكتور بكره. هم التاني وغير كده هي بقت حلم بجد، حلم الثراء السريع بقى ايه؟ خش على الريل استيت زي ما انت قلت. واحد بيتكلم على اعمار سول، بيتكلم مش عارف انت اي حاجه، فانت عمال تبيع صدق من واحد. يعني مع احترام يا جماعه، بس هو ربنا خلق الناس يعني طول عمرنا اتعلمناها. يعني هو ربنا خلق الناس طبقات، ده ربنا مش انا. فكل عشان انا اقنع علوي زي ما انت قلت محتاج ان انا اكلمه قريب مني. التاني بيمسكهم، او اي شركه بتمسك دلوقتي. وعايز اقول لك واحنا كلنا منهم، لو خرجت بره ده انت مش هتخسر، انت هتتمرمر. ما خلينا متفقين يا محمود ان وخلي بالك ولا حد عارف يعني قول لي اسم واقول لك عمل ايه. لا مش لا انا يعني عشان بس ايه مكشوفين. لا ما اظلمهمش كله. يعني انا ما اقولش مثلا انا حلو فلان، انا زيه. وعايز اقول لك على حاجه، والناس دي برضو الاونرز بتتعرض لمطبات هوائيه مرعبه. هي عباره عن كاش فلو. انت لو كاش فلو، انت النهارده لو سمسار، لو اكشلي ديفلوبر اتاخر عليك في زي ما انت قلت في الكوميشن، الكاش فلو بتاعك ضرب، انت قفلت، مع انك ممكن تبقى بايع كتير. فانت بص، خلينا متفقين على حاجتين. هي المنظومه دي لازم يبقى ليها رولز وجايد لاينز. الرولز وجايد لاينز دي من ناحيتين، زي ما احنا كنا بنقول في الاول، وزي اكيد ناس قبلينا في بودكاست وناس اتكلمت. الفرق ما بينك وما بين دبي وفرق ما بينك وبين سوق امريكا ان ما فيش حاجه اسمها بني ادم يصحى الصبح من النوم يبقى مسوق عقاري. مفيش حاجه اسمها النهارده لا، هو ما بيصحاش، هو ما نامش، هو قايم على طول. فاهم قصدي؟ فبالتالي جزء من اساسيات الشغلانه از تريننج. انا بالنسبه لي عارف كواليفاين هاير ده من اشهر بقى في العالم. ايوه، النهارده بقى في بيزنس وفي شركات قائمه على كواليفاي تو هاير. انا جاي النهارده اقول لك انا عاوز اعين تيم بيعمل بودكاست، بس انا مش عايز ادفع الارقام اللي بره. طب هات هعلمهم شهر تو هاير. طيب انت عندك مثلا شركه زي ليدز مارت، بقت متخصصه في الليدز وناجحه وشغاله. الناس بتكلمها علشان عايزه ايه؟ ليد جنريشن كويسه. لو الشركه دي بتقدم ليدز مش حلوه مش هتكمل. انت عندك في سوق البروكرج انت ممكن تقعد مع البني ادم ده سنين ما بيبيعش. طب هتقول لي زي ما مشيتوش؟ لا انا مشيته، بس هو ساب بخيت، راح لعلوي، راح لاحمد، راح 3 سنين بروكر ممكن يكون باع بيعه واحده بس، وعمال يخدعنا كلنا. ما يخدع مين؟ ايه يخدع مين؟ بيخدع الشركات كلها علشان خاطر، ومحدش عايز يقول للتاني. هي دي اللقطه. انت النهارده يا محمود فين؟ زي ما قلت لك اهم شخص في شركات البروكر هو الاتش ار. ده اتش ار. ده في شركه من الشركات الاتش ار بتاعتها اكس اورنج، اتش ار وليد جنريشن. ماشي، دول اهم شخصين في البروكر. حلو. في شركه من الشركات الكبيره الاتش ار اكس اورنج، وفي شركه من الشركات الكبيره البورد ممبر دوت فيها واحد انا وانت بنحبه جدا. وبص على الناس بقى، مين الناس دي؟ طب انتوا جايبينهم ليه؟ الموضوع انا بقول والله يعني انا موضوع البروكر، انا بص انا خلي بالك تعرضت في شركه البروكر بتاعتي، هي مكمله الحمد لله يعني، بس تعرضت لكل انواع الاحتيال. الاحتيال بقى الوظيفي، احتيال الليدز. يعني مثلا احنا بنتكلم الليدز حلوه، لا انت ممكن يعني سيبك مثلا بالبارت بتاع البروكر، انت ممكن يجي لك واحد يقول لك ايه، يكتبوا كده على جروب معين انت عارفه اكيد الجروب ده، يكتبوا ايه مثلا عايزين حد يعمل لنا كامبين حلوه، فتخش يلاقي كله بيقول ايه علوي اشطر واحد، علوي اشطر واحد، علوي اشطر واحد، علوي اشطر. دخلت رحت بتكلم علوي، دخلت على علوي جبت علوي يعمل لك ليد جنريشن. عايز كام يا علوي؟ عايز 100,000 جنيه. خد يا باشا جرب. نديله ال 100,000 جنيه تلاقي الليدز داتا قديمه. انا في مره اداني داتا بتاعت شركه تانية، يعني الناس مكلمها قبل كده. عيش بقى الشغلانه ليدز. ربنا يخلي نترا الصراحه. والله العظيم انت دي بص ليدز، سيلز، مانجمنت، اتش ار، اتبهدلت. بص انا كنت من اول شركه بتشتغل في البروكرج كولدول بانكر، فانا مش جايبها من تحت، انا من اول الناس اللي اشتغلتها خالص. فلا احنا بعيد تماما. وعايز اقول لك على حاجه،
انا بحب كولدويل بانكر جدا، ولغايه دلوقتي انا عندي علاقه عاطفيه باللوجو بتاع كولدويل. اي حاجه بدانا فيها بنحبها. هو دلوقتي والناس اللي على راس كولدويل بانكر ناس جمال جدا واحنا عارفينه. كريم جميل. مش عارفين يمشوا حاولوا يمشوا باللي اتعلمناه، ما عرفوش. انا خباك بكلمك من المطبخ. انت علو بتقول لي كلام انا نفسي يحصل. وعايز اقول لك ان الشركات بقى اللي طلعت تقول لك انا ما بعملش كولد كولز، انا مش عارف النغمه الحلوه دي. ده اول شركه اول ما بينزل مشروع جديد 8 كولز ورا بعض. 3 اساس اشتغاله. يعني خلينا نلخص، او اظن نلخص العلاقه ما بين المطور والمسوق. هي عليك حسن التعامل وحسن الاحترام، وعليا كمطور حسن الاداء. ليه؟ ان في الاخر it sums up relationships، علاقات. صح. في الاخر شئنا غبينا. ثم يجي بقى اسم المطور او وفي براند اكويتي شركات معينه بالنسبه لها بيك من غيرك انا بايع. امثال الاسامي اللي احنا قلنا اساميها اللي هي خلاص مشروعها بقى عامل زي الستامب، خلاص مضمون. العلاقه نفسها لازم يبقى ليها اسس في التعامل زي ما كان زمان. النهارده السوق اول ما بدا يريح، ايه اللي بدا يحصل؟ بدينا نلاقي المطورين بدوا يتنصلوا من العمولات، بدا يبقى في تاخير في العمولات، بدا لدرجه ان بدا يظهر اللي انا بديك شيك واقول لك روح اقطعه وانا هدفعك فايدته عشان اي كانت افورد. عارف القصه دي. بدا يبقى في شيكات اجله. طيب ما عنديش مشكله خلاص، بس انت النهارده لازم تبقى مدي هيدز اب للراجل المستشار بتاعك ده اللي هو المسوق العقاري. ليه؟ ان ممكن يبقى النهارده هو مسخر جبهته كلها اللي هي تشتغل على مشروعك، فلما حضرتك وقفت تخريج حقوقه ايه اللي حصل؟ هو النهارده كاش فلو مانجمنت راح في داهيه. صح. ان في الاول وفي الاخر سواء انت مسوق او مطور لعب كاش فلو، فانت فكرت في مصلحتك كمطور، ما فكرتش في مصلحتك في مصلحته كمسوق. ان النهارده الراجل ده انت باصص له هو بيبيع في حتت كتيره، فايه المشكله من التاثير لما يجي عندي؟ طب ما هو النهارده لما حضرتك هتاثر معاه ايه اللي هيحصل؟ هياثر معاك وهياثر مع غيرك، وفي ناس قعدت في بيوتها عشان هيضطر يمشي ناس، وفي شركات ليد جنريشن، وفي موظفين بتمشي، منظومه. وبقى في انت بس ما ضرتوش، انت ضريت عائلات، ضريت مصريين تانيين بسبب ان حضرتك ما درستش شغلانتك صح وحطيت استيميتس غلط، فبالتالي ضريت. والعكس لما حضرتك كمسوق النهارده بتبقى رايح تضحك على عميل وتنصب عليه فكريا وتروح تعشقه في مطور وانت عارف ان امكانياته لا تصلح غير ليدفع ال10%، فراح عند المطور دفع ال10% عشان على السن انت هتبيع له الوحده بتاعته كمان 3 شهور او اكس اماونت اوف بيريد اوف تايم، يعني هتبيعها له فيها، فيجي يتفاجئ ان هو ما عرفش يبيع، فبالتالي الشركه هتكنسل له، فضريت عميلك. فبالتالي اشكي لك هي منظومه راكبه فوق بعض. صح. اساسها حسن التعامل وحسن الاداء، بس حسن التعامل وحسن الاداء لازم يبقى جاي من بروبر تريننج لكل اطراف القصه. فيبقى عندي في المطور بني ادم عامل حساباته صح، رياليستيك، ما نجيش 9 الصبح يا جماعه التارجت بتاعنا السنه الجايه 200 مليار جنيه بدون اي اسباب، فتخلي ان البني ادم اللي عندك ستريس تو ان اكستنت انه يكذب، انه يحور، انه يفتي، ان ما يبقاش فيه مصداقيه، عشان اللي يهمه اللي هو يحقق تارجت. ويجي البياع اللي في شركه التسويق يعمل له الراجل اللي في شركه التسويق دبل كوميشن ولا انسنتيف ولا مش عارف ايه، ومفيش اي رولز وجايد لاينز وبروبر ميثودولوجي وفاليوز قائمه عليها الشركه غير مثل واحد بس اللي هو ايه؟ بيع، ما بعتش همشيك. فبالتالي بقى ده همه ان هو يبيع. ومع كامل احترامي احنا مش عايشين في وسط ديني ثقافي، لا بالعكس، انت مفيش ده احنا انعدام الاخلاق بقى موجود، فبالتالي بقى كله بيفكر بالدرهم والدينار بالجنيه، ده هيخش هنا كام، فما بقاش فيه مصداقيه. وده اللي النهارده از وي سبيك فقدوا السوق، ان بقى فيه انعدام مصداقيه ما بين الطرفين. مش بس ده، مع كل حاجه، عشان كده التكنولوجي هتسهل بقى حل للمصداقيه. عشان كده بقول طور وطور وطور، لان العلاقه بقت صعبه قوي وبقت بجد. انا ساعات بقول هو العلاقه دي ايه؟ عايزه قنبله، يعني هي عايزه تتفجر وتتبني من جديد. هي محتاجه ثوره، محتاجه ثوره. الفكر العقيم اللي ركب في اخر 5 سنين في السوق العقاري علشان السوق بيكبر فاتخانق منه. بس ان انا اقدر ابشره واقوله في وجهه نظري انا ان
this is how a mature economy develop. هتعدي. عشان ده لو ما حصلش ما كانش هنعرف ان ده غلط، فما كناش هنعرف نطور. وده اللي بدأ يوضح النهارده، ان بدأ يحصل شرينكينج لشركات، بدأ يبقى الشركات اللي كان عندها فروع كتير بدأ يتقلص النص. صح. المطور اللي كان حلمه اللي هو يفتح مشروع واثنين وثلاثة و10، النهارده لو على قد ده ودوروا على حد يشارك اقفل بقى كده وخلص. خلاص. فالسوق بدأ مش قصة بس في نماذج، عشان برضو نقول الحلو، في ناس بتحاول وناس عملت شغل حلو جدا. انا شايف ريد بناني وبهيج او بهيج وبناني يعني عملوا تجربه ريد كولابريشن حلوه جدا 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 طبعا، وبينوفيتوا وبيفكروا وبيشتغلوا ليل نهار. في شركات تسكين مثلا عامله شغل حلو جدا. بعض الشركات الكبيره بدات تسيء للسوق، لان خلي بالك برضو اللي حصل ايه، ان كلاينت زهق منك، ودي بقى اسوأ شيء. يعني خلي بالك احنا ممكن نكون قافلين علينا سور وقاعدين نتخانق جوه، بروكر على ديفلوبر ونولع في بعض ومحدش عارف العلاقه اللي بيننا وبين بعض. زي اسواق كتير. يعني انا في البورصه ما فهمهاش قوي، بس ما فيش اتنين في البورصه بيتخانقوا مع بعض، واحد بقى كذا واحد كذا. ما فيش صناعه الاقي مثلا الراجل واقف بيبيع ذهب بيشتم في الراجل اللي في الصاغه اللي بيعمل الدق. احنا وصلنا ان الكلاينت بقى عارف انت بتاخد كام وزهقان منك. يا باشا ده الكلاينت بقى يعمل شركه عشان ياخد العموله. الله ينور عليك. عارف بتاخد كام وزهقان منك ومش عايز يرد على التليفون، ولو لقاك بروكر بيقفل في وشك. انت عارف في كل الشركات احنا يا جماعه احنا دخلنا في حاجه سكه اسمها عميل ياخد عموله ممنوع. طبعا بيعملوا ورك اراوند. ايوه بس انت عندك مشكله كبيره جدا، ان كلاينت اللي احنا بنبيع له بقى عارف مشكله اللي بين علو وبخيت. بقوا مش مشكله، ده قاعدين بوسطينا بقى، انت تاخد كام وانا باخد كام وتعالى نقسم. بس في لقطه مهمه برضه في الحته دي يا محمود، ده يلف ويرجعني لاصل المشكله. انت النهارده خلينا نشيل من حساباتنا البني ادم اللي مش كويس، اللي هو اخد خدمتك وراح ضربك بشالوت، انسى ده من القصه. خلينا نتكلم على البني ادم مش هتبني عليه. خلاص. لو حضرتك اديتني بروبر سيرفيس واديتني فاليو، ايه اللي هيحصل؟ هبقى انا مبسوط باللي انت تاخدش حاجه من جيبي، هبقى انا مبسوط. المشكله اللي انت النهارده بقى التليفون قالوا ده في مشروع، ده اللي حصل السنتين ثلاثه اللي فاتوا، وده اللي خلى العميل النهارده بقى يعمل شركته. اللي انت ما بتقدميش حاجه، انت قلت لي على مشروع قلت لي على سعر، خلاص يا باشا انا هرفع التليفون هعمل اكلم الكول سنتر وهجيب النمره وهقول لهم انا انت فاهم او ابيع بالسجل التجاري بتاعي. فبالتالي ما بقاش فيه مضمون، بقى انت بتبيع سعر وبيمنت بلان، انت ما اديتنيش اي حاجه. لا وانت ربيت وحوش بقى، انت ربيت بقى مجموعه من الناس اللي في الماركت في سوق البروكريج بقوا مش طبيعيين. خباك. وهي دي النصيحه اللي دايما بنديها للسماسره لما بيفتحوا بقى. اما بيجي لي اي حد بيقول لي انا بفكر افتح شركه بروكريج او انا عايز اكبر، عارف ردي عليه ايه؟ ممكن اسالك سؤال فني؟ حضرتك ايه التارجت كلاينت اللي حضرتك عايز تابروتشه في شركتك؟ هل حضرتك عايز تبقى هايبر ماركت ولا حضرتك عايز تبقى جورميه؟ يو نيد تو تشوز. النهارده كله بقى سمك لبن تمر هندي، اللي بيبيع لاعمار زي اللي بيبيع لماونت. كان الاول صعب ده. في الاول كنت بتلاقي مثلا الشكل ده بيبيع عند المطورين دول. انت حتى في شركه التسويق عندك بقيت متوقع، مش انت كمحمود او لا عادي اي حد في شركه تسويق يعني بقى فاكر ان الموظف اللي عنده ده عباره عن مكنه. صح باشا ده عبقري، ده انا هديله 100 شركه تطوير المفروض منه يبقى حافظ الوحده مساحتها كام. فبالتالي من اورينتيشن الصبح دي، وده غلط في حد ذاته. اللي انت محتاج يبقى يبتدي عندك. ما هي في الاخر لا انا مثلا انا عندي تيم مثلا في الشركه عندنا قاعد شغال معانا، تيم كبير وبيشتغل في شركه تانية في نفس الوقت 6 شهور. وانت ما تعرفش؟ ما اعرفش حلاوتك، ما اعرفش كنت نايم ولا ايه. 6 شهور يعني ده تيم نصاب طبعا. انت متخيل ده بيعمل ايه؟ طب عايز اقول لك على حاجه، اما تقول بقى للشركه الثانيه خلي بالكوا ده في زمان مثلا كنت اقول له خلي بالك في واحد في مدينه نصر او في واحد في شركه كذا عندك بتعمل ايه؟ نمبر 1 تجيبه باي باي. الشركه الثانيه تقول لك الشركه كبيره، لا عادي ما هنعمل له ايه؟ هنبقى نشوف. فخلاص العلاقه سيبك بقى من علاقتنا احنا بالناس اللي تحتنا واللي فوقنا واللي جنبنا. انت شركات التطوير بدات تنزل بيانات تقول
يا جماعه مش انا اللي بتكلم في التليفون، دي الشركه التانية وانا ماليش دعوه. يا باشا طلعت ايه بقى؟ انت متخيل ان احنا بقينا نتبرأ من بعض. طب تعالى نلخص الحته دي يا محمود في جملتين. وجهه نظري يعني انا هقول جملتين وانت برضو شوف انت عايز تقول قد ايه. لو انا بدي نصيحه النهارده للمسوق العقاري، نصيحتي اهم حاجه في حياتك السنتين جايين لو عايز تكمل في الشغلانه دي، ما تبصش على ربحيه، بص على كاش فلو مانجمنت، اللي انت تفضل تعيش. تفضل مراخيرك وبقك فوق، عارف تتنفس. صح. ما تبصش على اكسباند دلوقتي، ما تبصش على اي حاجه غير اللي انت تفوكس على الشركات اللي انت عارف تتعامل فيها وعارف ان انت تعرف تاخد فيها حقك يعني كشركه بالمبيعات. ركز عليها، وركز على ان السوق السنتين دول مش سنتين، توقعاتي 5 سنين جوه ايه؟ سوق الشاري من السوق البياع. يعني اللي هيتحكم في السوق الشاري باير ماركت. خلاص، فالباير ماركت ده ليه كومبليت ديفرنت تركيبه تانية بقى. خلاص، يعني انت راجع تاني للبروبر كونتنت. حتى الماركتنج، نصيحه لشركات التسويق العقاري، ان الماركتنج اللي جاي مش زي اللي فات. كل اللي بنقراه اونلاين عباره عن الليد جنريشن، اللي جاي عباره عن بيرسونال براندنج. خلاص، هي علاقات ثم بروبر كونتنت، مش صوره حلوه، مش فيديو بيوصف واقف لي وراك عماره وتعالوا فرجوا على سلاحف النينجا بتتنطط والدولفين بينطوا، ده مش شقه. صح. لا، بروبر كونتنت. انفلونسر مش انفلونسر بالمعنى المتعارف عليه، بروبر كونتنت، فيزيكال كونتنت، ده المستقبل. نمي نفسك هنا هتلاقي نفسك عارف تتعايش، واول لما السوق يفوق هتعرف تفوق. ما تلعبش لعبه عبيله واديله لونش واللونش تاني ولونش، هتلاقي ما بقاش في حاجه اسمها موضه. شطارتك وصياعتك انك تستخدم البني ادم الصح في المكان الصح. احنا قلنا هو انا ليه دماغي وراسي والف سيف اللي انا اشتغل على بس التوب تير ديفلوبرز يا باشا؟ ما انا عندي مطور ميدل. الشخص ده ما هو لما حتى لو ساكن فين مش فارق معايا فين. ايوه صح. بس الراجل ده زي زمان بيتكلم اللغه دي. لا هو عامر كان بيوظف مين؟ مرشدي كان بيوظف مين؟ هي قصه كان كويس جدا. صدق بتوظف مين؟ اعمار بتوظف مين؟ بالم هيلز بتوظف مين؟ انا ما اجيبش بني ادم not qualified to speak the same language بتاعه البرودكت ده واحطه يتكلم على البرودكت ده. فبالتالي ما هو بقى هو مين قول لي مين الشركه، اصحاب الشركات. ليه حطوه؟ ليه عبيله؟ عشان ايه؟ عشان الديفلوبر بيديله زحمه، بيديله خلاص. والديفلوبر عنده 2000 يونت وهو معاه 10000 شركه تسويق عقاري، هو عايز يبيع ال 2000 سولد اوت باي. مين اشتراها مين اللي باعها مش مهم. عشان كده احنا بنقول من اول يوم يا باشا، زمان بنقول ان مفيش حاجه اسمها كوميونتي في مشروع اكتر من 1500 واحد. ليه؟ انا حاطط نفسي اسايد من اكسبشنال كيسز. خلاص، مفيش مشروع فوق ال 1500 وحده تعرف تقول لي انا اعرف ابني فيه كوميونتي. ليه؟ عشان ابني كوميونتي معناه ان انا لازم اعمل سكريننج. محمود هيبيع لاصحابه، علو هيبيع لاصحابه، مي، يارا، اكس، واي، زد هيبيعوا لاصحابهم، فبقت كوميونتي بيس بروجكت. احنا فهمنا بق كوميونتي بيس بروجكت غلط. وعايز اقول لك ان الديفلوبرز كلهم ما عدا 5 6 كله بيقعد مع شركات البروكر، بيقعد على الارض يا باشا. عشان يا باشا انت عايز ايه؟ عايز انسنتيف خد، عايز حاجه ساعه خد، بس عايز اجوزك بنتي بس تخلص. بس ما دول يعني مش مطورين محترمين. لا، ما انا بقول لك الباقي. هو ما ده اتجاه. الاتجاه التاني بقى هو ليه يا جماعه؟ وما فيش تمييز بين البشر اللي عند ربنا. يعني دلوقتي هو الراجل اللي بيبيع رولكس، يعني احنا بنبقى شايفين ان هو واقف مالي مركزه، والرولكس دي حاجه بتتباع بناس معينه. طب ليه العقارات اللي اغلى من رولكس اصلا؟ يعني ممكن تجيب بالبيت 5 ساعات رولكس. طب ليه انت بتسيب البني ادم ده مش عارف ينطق الكلمه؟ يعني في فرق كبير جدا. هي زي ما انت بص، خلينا نقول ان ربنا خلق الكون اطوار. خلاص، وجعلناكم شعوبا وقبائلا لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم. صح. خلاص، ده كده براند، مالناش دعوه ساكن فين منين. الشطاره بقى هنا ايه؟ التعارف ده خلاص هو اللي مبني عليه الكوكب. ان انا النهارده اعرف صح، انسق صح، اعين صح، اشغل صح، اطور صح، عشان الناس دي تنمو كمان. فهي النصيحه اللي هديها لمطور خلاص النهارده، ان اهم حاجه بالنسبه لك عميلك، اهم حاجه بالنسبه لك مصداقيتك، اهم حاجه بالنسبه لك مش انك تكبر بسرعه، انك تسلم بسرعه. اهم حاجه بالنسبه لك انك تعرف ان الاكزيستنج
براند اكويتي اللي عندك النهارده لازم دي اللي تسعى عليها انك السنه الجايه تبقى اقوى. صح. ومش هتبقى اقوى باللي انت حاطط لي يفط وبتعمل ماركتنج وبتطلع عمولات عاليه او بتعين تراش كلاينت. تراش قصدي كلب. لا، اعرف عميلك، اعرف بوزيشننج. السنتين الجايين مع كامل احترامي نجيب ساويرس لما يقول لك احنا بنقلل مبيعاتنا، ولا يا باشا حضرتك مش تقلل مبيعاتك قلت مش بمزاجك، هي قلت غصب عنك زيك زي اي مطور في مصر النهارده. كل مبيعات السوق قلت الا اكسبشن الكيس بالم ميلز، مش عشان خاطر شطاره بالم ميلز، عشان خاطر حضرتك رحت عملت 12 سنه خلاص، حضرتك ما قدمتش منتج جديد، حضرتك قدمت بيمنت بلان جديده، فقلبت ممول عقاري علشان تعرف تجيب اكبر عدد، عشان حضرتك كنت قاري ان السوق هيريح. فالنصيحه ان اكبر عدو للعميل النهارده بقى المطور نفسه اللي اشترى عنده. ليه؟ لما انا كنت شاري منك النهارده من سنه وحده ثمنها متر، انا بدي ارقام 10000 جنيه المتر، حضرتك غليته بقى 11000 جنيه، بس انا كنت شاري 10000 جنيه دي على 8 سنين، حضرتك رحت مخليه 11000 جنيه بس على 12 سنه. اكبر خاسر ليك العميل الاكزيستنت بتاعك. ضحكت عليا. خلاص هعرف اتخانق معاك، مش هعرف اتخانق معاك، حقك تعمل انت عايزه. وفي النهارده شركات اوفيشلي قللت من اسعارها خلاص. طب ده ايه؟ اديم جزء من المصداقيه. فالحرب المفروض تبقى حرب فاليوز، حرب بروبر برودكت. ايه اللي مخلي اعمار النهارده شركه محترمه؟ اعمار بتختار لحد تفصيله مقاس النخله اللي في الشارع، لازم كل النخل يبقى نفس المقاس. عنده بروفيشنال بيبل في اللاندسكيب، عنده بروفيشنال في الكوميونتي. اصرف تلاقي، هتمسك مش هتلاقي. في كله بقى، في السيلز بقى والماركتنج، كل حاجه. قيس يا باشا، قيس كل حاجه. فالنهارده انت كمطور نصيحه لله باشا، وفر كل ربع جنيه حضرتك بتدفعه على الماركتنج، خليك كونسرفتيف. اهم حاجه بالنسبه لك النهارده السنتين الجايين الموقع. ابني موقعك. ليه؟ ان اول لما السوق هيفوق هيفتكر اللي عظمته كانت جنبه، مش هيفتكر اللي نخ وحاطط 14 سنه وحاطط 16 سنه وما بناش وحاطط كذا 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 وانت على الارض مالكش وجود. فبالتالي مطور يعني كوميونتي بيلدر. يعني النهارده انا واحد ساكن في الهضبه بتاعت بالم هيلز ونيو جيزه والكلام ده كله، اقدر اقول اظن ان دي من افضل سبوتات في مصر، مش عشان خاطر اللي ساكنين فيها، مع كامل احترام، معموله حلو خلاص، علشان انا كل احتياجاتي اليوميه موجوده في التبه دي. مدارس العيال هناك، جامعه هناك، مستشفى هناك، نادي فيه 2-3 نوادي. هتيجي تقول لي بقى النهارده انا راجل مثلا مقتدر ادفع، هدفع، غيري ما عندوش، غيري ما يعرفش. تعالى بقى حاول توفر نفس الفاسيلتيز دي بديفرنت لايرز في مجتمعات. انت فاهم قصدي ايه؟ فما تجيش تقول لي النهارده انا بخلق مجتمع سكني متكامل. طب ايه المتكامل؟ عملت لك بادل كورتس، في جناين، حضرتك تعرف تعمل باربيكيو، امك في العشاء ولا طارت؟ وانا محتاج ده. انا محتاج حياه متكامله. ليه؟ هي زوننج، وكل ما التعداد السكاني بيزيد كل ما كل كوميونتي المفروض بتتحافظ على نفسها وبتقفل. بقت منطقه اسمها المهندسين، اهالينا كان بيقول لك دي منطقه زراعيه زمان. فاهم قصدي؟ لما عدى القطر بدا دلوقتي احنا المحاور لما بتعدي بقت بتبقى تنميه عمرانيه. فالفكر بتاع المطورين نفسه لازم يتجه ناحيه، هو ده الاساس باشا. ابوس ايدك، ركز في كوبايتك وركز في عميلك، عشان ده راس مالك. ليه؟ the best sales tool on the globe is word of mouth. ولا اصرف ملايين تريليونات النهارده ما ابل ما بديش تعمل اعلان في مصر. انت استخدمت ابل وسمعت عن ابل فبقيت تشتري تليفون ابل. انت فاهم قصدي؟ نايك ما بنسمع لهاش. سمي كل الجلوبال براندز، ما بتلاقيهمش عندنا هنا. انت مش مهتم اصلا. هو اللي وصل. انت فاهم؟ والسمعه سابقه. مفيش يا باشا، سمعتك هتسبقك، سواء انت بني ادم سواء انت مطور، سواء كلها في الاخر سمعه. فابني سمعتك صح تكمل صح على 5 سنين تقال. اظن ان ال5 سنين دول، ودي يعني تبقى دي الناس، انا عن نفسي عامل فيها انفستمنت. المستقبل جاي في الرنت. السوق راجع تاني ناحيه اسمه ايه ده، الافوردابيلتي في الارض. فالناس هتبتدي تخش ناحيه الرنت، سواء لونج تيرم شورت تيرم فيكيشن سيرفيس بقى. ده بروبرتي مانجمنت محتاجه. البلد داخله على 2030 عايزه بناء على كلام الرئيس اللي احنا عايزين نوصل ل 30 مليون سايح. ما عندناش غرف فندقيه تكفي. فالحته دي وده كله ريل استيت. ده محتاج مش كله بيع في حاجات تانية. ده محتاج طفره غير طبيعيه. مش لازم نقعد نقول ريل استيت يعني برايمري هاوزنج يعني بيع. لا يا معلم،
ده في حاجات كتير قوي. بروبرتي مانجمنت بسيرفيسز بالكلام ده كله، ده بحر غير ادمي ينفع نشتغل فيه. يمكن المورجج دلوقتي حالا مرحوم انسوه لغايه ما الفايده تنزل. خلينا نتكلم على ده، وده فيه طفره وفي البلد فيها سبيشال اللي فضل ربنا سبحانه وتعالى على مصر ان هي بلد ستيبل، وبدل ربنا يا رب يفك اسر غزه وينصرها يا رب ونتفرج عليه في حياتنا وهي كسبانه ربحانه كل ده والمسلمين. بس مصر النهارده عندها استقرار سياسي، ففي سياحه نعرف نستغل السياحه دي. انا بنتكلم في تصدير العقار، تصدر العقار مين وانت النهارده لسه العميل بتبعت له العقد بالدي اتش ال وبتقول له اعمل لي تحويل واني تصدير عقار. كلمنا على التليفون بقى. اني تصدير عقار، ايه الفاسيلتيز اللي انت بتديها للبني ادم اللي عايش بره عشان يشتري جوه، غير الساحل عشان الناس جايه عشان بتحب تقف في الطوابير وبتحب الزحمه وبتحب الكلام ده كله، بتحب تشوف ناس شبه الخلايجه. فبالنسبه لي الكلام ده كله لازم يتحط في الخلاط، يطلع بيه كده فيري بروبر كونتنت يفيد السوق. مشكلتنا اللي احنا عندنا افكار كتيره، التنفيذ ضعيف، الافكار حلوه. فلازم يبقى في وجه عشان كلنا متجهين في ناحيه واحده. بالظبط صح. فاظن ان ده كده احنا اتكلمنا. يمكن اخر حاجه نقولها عشان خاطر ناس كتيره بتسال عنها، راينا ايه في مدن وراينا ايه، فاقول رايك وانا هقول رايي. مدن بس ايه مدن اسمها ايه الثانيه، اعمار بحر الاحمر. مدن انا شايف حاجه حلوه قوي يعني. حاجه عالميه مصريه اماراتيه هتعمل بهجه ونجاح في السوق المصري بلا جدال. ده كواليتي حلو يخش السوق العقاري المصري، زي ما اعمار جت وفادت السوق المصري وخلت فيه منافسه وطلعت لنا بقى ناس كوادر ناجحه جدا، وطلعت لنا ناس بتكمبيت معاه زي هايد بارك بقى طلع اشتغل بقى حلو، وطلع مصطفى زود الكواليتي بتاعت حاجته بيرفعنا لستاندرد تاني. فانا شايف طبعا مدن. هتشتري يعني هناك؟ اشتري طبعا. انت مش هتشتري؟ لا. ليه؟ كل اللي انت قلته في الاول صح، وازود عليه ملح وفلفل، ان لو في حد قادر اللي يخلي الساحل الشمالي يشتغل اكتر من 3 شهور الصيف يخليهم 6 و7 واكتر هي الاماراتيين، نظرا للملاءه الماليه. صح. نظرا ان عندهم كلب يستحمل. ولكن انا كعيلمي ما اشتريش في مشروع فيه 300,000 وحده سكنيه هتطرح وفي برايفت سيكتور لسه هيطرح والكلام ده كله. لكن لو انا هشتري هستنى الاداري هناك اشتري. فكره حلوه. لما يفتح اداري I might be very interested عشان عارف ان ده هيعرف يعمل ايفنتس، هيعرف يعمل جلوبال ايفنتس، هيعرف يعمل حاجات كتيره جدا، هيشتغل جراب اتنشن للقصه. فالاداري هيبقى عليه طلب. الشقق الساحل كله موجود وهو حواليه اصلا وحدات قد كده اهو. فانا اشتري في استابلشت، ممكن افكر بقى بعد ما اتفرج واشوف، عشان سبيشال لما تروح في الاول هم كلهم 2000 فدان من اصل ماشي، فاستنى اتفرج. مراسي ريد سي. مراسي ريد سي ما نحاولش نقارن مراسي ريد سي بمراسي الساحل الشمالي. ياس هم عرفوا يعملوا مارينا وياس نجحت، بس اللي ساعد على اللي ده ينجح ان هم خليج وعندهم قوه في الخليج، وهيجيب لك بقى من الشرق فينفع يجيب. والساحل اوريدي بيست على البوليتيكال افكت بوجود محمد بن سلمان، قصدي محمد بن زايد لما جه ادى حاجه القصه دي. ففي بيرشنج باور جاي من الخليج في الحته دي. طبعا الساحل الشمالي بحر ولا يقارن باي حته في العالم، وهم بقوا اوريدي استابلشد. البحر الاحمر مش نفس العميد، لا حاجه ثانيه اكتر توردز المان اجانب سياحه، اللي هي البيرشنج باور بتاعتهم مش بنفس الحجم ولا نفس القوه، ولا هو فارق له بتاع الخلايج هتحط له جيفونشي ولا هتحط له ديور ولا هتحط له الكلام ده كله على البير. لا ده عاوز حاجه افوردبل، عاوز حاجه معينه. فالديبندز هم الفوكس بتاعهم ايه. وبصراحه انا في حاجه مضايقاني فيهم جدا جدا. ايه بقى مراسي جدا ايه باشا؟ انت بتتنطط على المصريين ليه؟ انت بجد مش بهزر. انت طب المصريين بيتنططوا على المصريين، هم خدوها منين؟ انت ما بتنططش عليا، بس هو خدها منك يا باشا. ماليش دعوه. انت النهارده جاي بتطرح مشروع في مصر على اراضي مصريه على بحر مصري، ليه تيجي تقول لي النهارده عشان اشتري منك يا اما جنسيه يا اما معاك اقامه خارجيه يا اما تدفع 30% بالدولار؟ ايه يا عم في ايه؟ انت بعمل حاجه مش ما تقولش بقى للمصريين، ما تجيش بقى تعمل لي بي ار في جوه مصر، روح اعمل البي ار بتاعتك في الامارات او في لندن او في اوروبا. ما تجيش تعمل لي البي ار بتاعك جوه مصر. واحنا كام واحد عنده الاقامه بره وكام واحد يا باشا في ناس كان افورد. لكن انت رايح تقول لي رايح تتنطط عليا تقول لي يا ده
وتدفع لي بالدولار 30%، انا بالنسبه حاجة لي تضايق. انا عايز اشتري وشايف ان هو مشروع كويس. بس حقيقة بالعكس. السيكونس لكن انا بسبب النمره دي يا باشا صباح الفل ما تنططش عليا. عندك تنطط حق. عليا دلوقتي، هتيجي تنطط عليا قدام زي ما الناس في مراسي النهارده مش طايقه نفسها، اللي مش عارف يعزم صحابه، الريستريكشنز. مراسي هي ليرن كيرف. هو محتاج هيقعد يعدي بمراحل لغايه ما يعرف هو هيدير يعني طلع مصطفى وصل ان هو عارف يدير مدينتي ورحاب ازاي. فانت ثاوس ميد هو عارف احنا عارفين هيديرها ازاي، ايا كان هينجح في ادارتها. باشا ينجح براحته. مراسي صعبه، باشا هو مش عارف يديرها براحته. انا بالنسبه لي مش قصه الراجل ده مطور ناجح، مش محتاج رايي اصلا انا اقوله يعني ولا حاجه جنب اسمه. لكن انا اقدر اقوله، انا اناشد، شوف انا بقولها، اناشد الدوله تمنع هذا الاسلوب يعني والسلوك في البيع. ليه؟ مع كامل احترامي حضرتك لو عملت كده تقدر تقول لي ليه الاغلبيه ما تعملش كده في اي منتج عليه طلب؟ وهل الدولار ده بيخش لك ولا بيروح بره؟ غالبا بره. بيخش لك. هل انت النهارده الفلوس دي داخله عباءه الدوله؟ حتى لو كانت في البنك سيستم بتاع الدوله ما هتطلع بره في الاخر، ما دي شركه. لا وغير كده لو انت سمحت بده هنا، طب ما تسمح الباقي بقى. طب ما في فتره كان الدولار والدنيا وكله كان نفسه يبيع بالدولار، والتحوط الوحيد ان هو يبيع بالدولار. انت ما سمحتش بكده، وقفت الناس. فاكر يعني مفيش حد يا باشا في السوق وقف شركات من الاخر. اعمار او غير اعمار اي حاجه، في الاخر حضرتك جاي هنا تسيرف هنا وتجيب لهم احسن اكسبيرينس من بره لجوه، واللي يجي من بره ينور بلده، وبناء على بتاخد احسن ارض وبتاخد كل حاجه. ما تاخدش فاسيلتيز وتاخد انبساط وتاخد رئيس وزراء واقف وراك وتاخد والباكينج اب بتاع كل الناس والكلام ده كله. في الاخر انت قاعد بتقول للمصريين انا بحبكم، بس البضاعه دي مش ليكم، البضاعه دي بس للي عايش بره واللي معاه دولار والاجنبي. طلع لي باسبور بقى اسمه اعمار راس ريد سي. ايوه صح من الاخر يعني. فده بس ده رايي يعني. كلامك مظبوط. بس اظن اللي احنا اتكلمنا في حاجات كتيره وصدعنا الناس. كنتش متوقع ان احنا نقعد كل ده. ولا انا. ربنا يكرم الشباب بتوع يعني انا صراحه مبسوط قوي، وممكن من الحاجات القليله جدا انا عرفت اتكلم براحتي. ده والله بجد، ومش كلام كبير يعني. حبوب بس لا ومبسوط جدا ان انا قعدت معاك، وبجد احنا ما كناش عارف نقعد القعده دي. قعده صحاب. وبنتكلم براحتنا خلي بالكم في ناس كتير واقفه ورا هنا او بيبصوا لنا. حبيبي بلاشر. حبيبي وانا كمان مبسوط. جود لك ليد سمارت، يور دوينج جريت جوب، ويعينكم كده ان شاء الله، وتبتدوا تفضلوا في انوفيشن زي ما انا سمعت ان احمد على الحاجات اللي بتانوفيت، والشات بوت الجديد بالاي اي. اي ثينك ان ده هيبقى دراماتيك تشينج في عالم الليدز. فجود لك اي حد بيانوفيت مع السبورت بتاعنا كلنا بتوع الاندستري. فلوك فورد ان نشوف حاجه احلى، ويمكن دي من المرات القليله. اظن انتوا عارفين انا ما بطلعش كتير وما بحبش اطلع كتير، فبس عشان انا عارف ان انتوا بتقدموا حاجه كويسه فنحاول نساعدكم قدر المستطاع. فجود لك. لا ليد سمارت عملت مجهود كبير وعملت علامه في السوق، واحنا معاها بقى في كل حاجاتنا يعني. ربنا يوفقكم يا رب ان شاء الله. ربنا يوفقكم. ثانك يو. شكرا.